موت ايه يا ألفة؟ تعالي يا مجنونه، انت مجنونه ولا ايه؟ يا حبيبتي يا علي، انت طول عمرك بتاعت يوجا وطبيعه، ها؟ انت فاهمه غلط. غلط اني سكت عليك السنين دي كلها، بس ورحمه امك انا موتك دلوقتي. موتك يا مجنونه. عايز تليفون ها؟ ايوه. الو. ايوه شريف يا ابني، انا معتز، ركز معايا. ايوه معتز، مالك؟ مصيبه يا شريف وطربقت فوق نافوخي. ألفة قفشتني. ايه؟ بقول لك قفشتني، ده في ضرب نار في الاوتيل كله. طب بقول لك ايه، اتصرف وتعالى دلوقتي حالا، ها؟ حالا. يلا سلام سلام. شكرا. هو هيلث كلاب اللي هنا فين بالظبط؟ شمال حضرتك. شمال. يا دي المصايب بتاعتك اللي ما بتخلص يا معتز. في ايه يا شريف؟ ايه اللي حصل؟ ألفت قفشت معتز مع واحده في الاوتيل. معقوله؟ انت لسه تقولي معقوله؟ تعالي نلحقهم، ده بيقولوا في ضرب نار. يا بنتي افهمي بقى، اللواء علي ده تعبان، كل غرضه انه يضغط عليك، يمكن يطلع منك بمعلومه باي حاجه، انما في الاول وفي الاخر مفيش في ايده دليل ضدك. والسفله المجرمه اللي عايزه تبتزني دي؟ لا مروه دي بنت عبيطه، دي سيبيها لي انا هتصرف معاها. انا حاسه ان الدنيا كلها بتطربق فوق دماغي. في الاول ما كانش فارقه معايا الناس تعرف ان انا وانت قريبين من بعض يعني، وان انا وشهير بنسيب بعض. بس انا دلوقتي خايفه قوي بعد ما اتقتل شهير، خايفه الناس تعمل حدوته كبيره من الموضوع ده ويلبسوني انا وانت التهمه. ممكن بقى تثقي فيا مره واحده؟ انا حماره، انا غبيه، انا ما كانش ينفع العب اللعبه دي. انا كان لازم اسمع كلامك بالاول. انا حاسه ان انا خلاص وقعت في حفره عمري ما هعرف اطلع منها تاني. يا دي النيله، ما قلنا تثقي فيا بقى. هو انت عبيط ولا ايه؟ الله، يعني انا لو ما كنتش بثق فيك كنت هتلاقيني قاعده جنبك وفي بيتك. بس انا نفسي الحكايه دي تخلص على خير. هتخلص على خير، اوعدك. ايوه يا راجل. انا جهزت الاوضه التانية للمدام. ميرسي يا رجب، متشكرين. ميرسي يا رجب، متشكرين. تؤمر بخدمه تانية؟ تؤمر انت بحاجه تانية؟ تصبح على خير يا رجل. هتخلص على خير. ايه مش وقفنا هنا؟ الله يخرب بيتك يا سي رجب. ايوه كده. ايوه. طب انا هطلع انام، بس عايزه اقول لك على حاجه قبل ما انام. انا بحس ان انا مطمنه قوي وانت جنبي. اوعدني انك مش هتسيبني خالص. تصبح على خير. اوعي تخافي وانت جنبي. اموت واعرف عرفت ازاي، ومين ابن الابلسه اللي قال لها. عرفت زي ما عرفت بقى، بطل وجع دماغ، خلينا نركز في المفيد ونشوف هنتصرف ازاي. اوعى شريف تكون انت اللي قلت لها، او يعني وقعت بلسانك قدام مراتك ومراتك اللي راحت حكت لها. صدق بالله انت ما عندك دم، ولما بطلتش الهلفطه بتاعتك دي هسيبك تتحرق. يا عم تسيب مين، هو انا ناقص؟ بقول لك ايه، انا ماليش علاقه بالحواديت الفارغه بتاعتك دي، احنا عندنا شغلانه وعايزين نخلصها. هيقول لي برضه فارغه. يا ابني فارغه ايه ومليانه ايه؟ بقول لك بيتي اتخرب، والمدعوقه دي مش هتسيبني غير لما تضيعني هدومي. هدوم ايه اللي هتبيعها لك؟
ده انت محول فلوس متلتله للمنيامار بتاعتك دي. يا ابني ما هو اللي ناقص في البلد دي مكتوب باسمها. ليه بس كده يا ربي؟ ما انا كنت ناوي اظبط كل حاجه وبعد كده اخلع. يعني انت مستخسر في مراتك وام بنتك انك تسيب لهم فيلتين وقريه سياحيه وكام حته ارض تستنفع بيهم بعد ما تخلع منها؟ يا ابني هو انا كنت هسيبهم يمدوا ايديهم لحد؟ ما انا كنت هظبط لهم عيشتهم بس بمزاجي وبترتيبي مش كده. اسمع بقى يا معتز، مش عايز اسمع كلام تاني في الموضوع ده من فضلك. خلينا نخلص اللي ورانا. بكره الصبح عندنا ميعاد مع ابو بكر بيه عشان نخلص موضوع السبايك. اخر النهار هنطلع على مصر، بعد بكره الصبح نطلع على الوزاره نخلص الشغلانه ونرجع في نفس اليوم. طب انا عايز هدوم، انا هفضل ماشي كده يعني ولا ايه؟ هدوم ايه؟ احنا في ايه ولا في ايه؟ عايزين نخلص السبوبه اللي فاضلنا في البلد دي بقى. لما نبقى نرجع من مصر تكون هديت ونشوف صرفه في البلاوي بتاعتك دي. تعالى معايا اشوف لك اي حاجه تلبسها من عندي، خلفتك ونسيتك. هو حياة ابوك. ممكن ما تعمليش في نفسك كده؟ سافر الحيوان، انا يخوني، اتريني عايشه كل السنين دي فاهم وانا مش دريانه. انا بصراحه مش عارفه اقول لك ايه. احسن حاجه تعمليها انك انت تنسيه وما تفكريش فيه. فكري في بنتك، فكري في مستقبلك. ما تحاوليش تسيبي نفسك للحسره، صدقيني مش هتفيدك. اللي انتي بتقوليه ده يا وفاء، ازاي مش عاوزاني اتحسر على السنين اللي انا عشتها مع معتز؟ ازاي؟ يا حبيبتي انا ما بقولكيش ما تزعليش، ازعلي بس ما تغرقيش في الزعل لدرجه انك تنسي بيتك وحياتك وتضيعي مستقبلك. على فكره اللي حصل لك ده مش نهايه العالم. كلنا اتجوزنا وشفنا القرف في جوازاتنا الاولانيه لحد لما اتعلمنا، وما كانتش نهايه العالم، بالعكس اتجوزنا تاني وعشنا حياتنا. انا مش ممكن انسى اللي حصل ده غير لما دفع معتز تمن كل ثانيه كان بيخوني فيها. حاولي تنسيه، صدقيني هو خلاص ما بقاش مهم. اللي انتي بتقوليه ده، انت ازاي عاوزاني انسى اللي حصل وابدا من جديد كانه مفيش اي حاجه؟ الخيانه بقت عادي. يا حبيبتي انا عارفه ان ده صعب، بس هو على الاقل حاولي، علشان بعد اسبوع ولا شهر لما الجرح يلم تقدري تاني تقفي على رجلك من اول وجديد وتبداي حياتك من جديد. صدقيني هو ده اسلم حل. دي مش نهايه الدنيا يا ألفت. هي دي حكاية الجدع ده. اسمه فاضل أبو الروس بقى، الرشيدي أيا كان اسمه. حكايتي يا باشا. انا كده مش فاهم اي حاجه. حضرتك بدل ما تديني خيط احل بيه القضيه اديتني بقى لو عقدتها لي. مافيا روسي وجماعات اسلاميه وجهه سياديه وشبه نصاب كمان. طب انا اعمل معاه ايه ده؟ جريه وليد في ايه؟ تتوه ايه ومتوش ايه؟ انسى الحكايه دي خالص. انا بقول لك كل الكلام ده عشان يتحط في دماغك لما تقعد تحقق معاه. انتوا فاهمين كويس قوي ان كل الكلام اللي احنا بنقوله ده مجرد تخمين. الحقيقه بقى اللي احنا نعرفها هي الاشاعه. الاشاعه وبس، اللي بتقول ان في علاقه بينه وبين مرات شهير بيه. لما تقعد تحقق معاه هتتكلم معاه في موضوع الاشاعه ده، وكلمه ورا كلمه نفهم بالظبط ايه حكايته. انا كده مش فاهم اي حاجه. حضرتك بدل ما تديني خيط احل بيه القضيه اديتني بقى لو عقدتها لي. مافيا روسي وجماعات اسلاميه وجهه سياديه وشبه نصاب كمان. طب انا اعمل معاه ايه ده؟ جريه وليد في ايه؟ تتوه ايه ومتوش ايه؟ انسى الحكايه دي خالص. انا بقول لك كل الكلام ده عشان يتحط في دماغك لما تقعد تحقق معاه. انتوا فاهمين كويس قوي ان كل الكلام اللي احنا بنقوله ده مجرد تخمين. الحقيقه بقى اللي احنا نعرفها هي الاشاعه. الاشاعه وبس، اللي بتقول ان في علاقه بينه وبين مرات شهير بيه. لما تقعد تحقق معاه هتتكلم معاه في موضوع الاشاعه ده، وكلمه ورا كلمه نفهم بالظبط ايه حكايته. أنا شايف كمان إننا لازم ندخل قضية الدكتور عمر في التحقيق ده. أصله مش معقولة يعني حادثتين قتل ورا بعض، الاتنين قرايب والاتنين وزراء سابقين وتبقى صدفة. لا، موضوع الدكتور عمر ده حكايه تانية خالص. انا عارفها. هو صحيح في علاقه ما بين فاضل وموضوع الدكتور عمر، بس مش قتل يعني. طب يعني حضرتك لو عارف اي حاجه ما تنورنا بدل التوهه اللي احنا فيها دي. أنت قصدك يا باشا إن فاضل ملوش دعوة بقتل الدكتور عمر؟ الدكتور عمر بصراحه ما ماتش مقتول، انتحر. انتحر؟ انت فاكر اليوم اللي احنا اتكلمنا فيه مع بعض في الريسبشن قلت لك انت روح المستشفى وانا هطلع الاوضه اعينها؟ أيوه فاكر. انا لما دخلت الاوضه لقيت كل حاجه مترتبه. ولقيت فيه كاسيت صغير كده عمر بيه حطه في حته واضحه، كانه بيقول خدوا الكاسيت ده اسمعوه.
فعلا خدت كاست وسمعته. أنا عارف إن عملت غلطات كتيرة في حياتي وأنا وزير. حاسس إني انكشفت بعد ما حبسوا العدلي وأحمد عز والمغربي وجرانا. أنا مرعوب، ما أقدرش أستحمل السجن والبهدلة. عشان كده قررت إن أتخلص من حياتي بطريقتي. سامحيني يا سيلفي، سامحيني يا بنتي. الدكتور عمر كان مرعوب لما عرف ان هم هيمشوا ورا السلسله دي واكيد هيوصلوا له. كان خايف من السجن والبهدله، ما قدرش يستحمل، انتحر. معقول يا باشا؟ يعني انت سايبنا نعمل القلق اللي عملناه ده كله وفي الاخر بتقول لي انتحر؟ بصراحه انا خبيت موضوع الكاسب ده وكل اللي عرفته عشان كنت متاكد ان فاضل ده ورا كل اللي حصل. عارف كويس قوي ان فاضل هو اللي راح لعمر بيه وقال له ان هو انكشف. وايه اللي خلى سعادتك متاكد قوي كده؟ لا ده موضوع كده. اصل عمر بيه في الايام الاخيره كان قلقان من حكايه كده، مصنفات ومباحث وملف ليه يعني، وهو كان لمح لي بالحكايه دي، وانا اللي عرفته بفاضل لما كنت فاكر ان فاضل ده جهه سياديه وهيقدر يعني يحل له مشكلته. لكن بعد ما عمر بيه بقى مات قلت استنى شويه، يمكن نقدر نوصل باي خيط الفه على رقبه فاضل ده واعرف منه الحقيقه. لكن ما دام وصلنا بقى ان التحقيق يبقى رسمي، يبقى لازم كل حاجه تتقال، ولا في الاخر المصيبه دي انا اللي هلبسها. باشا انا كده بصراحه كل المفاجآت اللي حضرتك بتقولها دي انا بصراحه تهت. يا وليد كل حاجه تهت على ايه؟ الله انسى خالص الموضوع ده، انا بحكوا لك وخلاص. خليك انت في قضيه شهير وبس، بس مفيش غير كده. الله امسك اي خيط وتعالى نقعد مع بعضنا نقلب كل حاجه ونعيد الترتيب تاني. لازم تلمح له اننا عرفنا ان الدكتور عمر انتحر وان عندنا الدليل ان هو السبب في انتحاره. لازم نربكه شويه عشان نعرف ناخد منه اي حاجه. طب انا ليا راي تاني، احنا ممكن نضغط عليه حبتين يمكن يعترف. ايه؟ تضغط عليه؟ السذاجه اللي انت فيها دي تضغط عليه دي؟ انت كل اللي انت ممكن تعمله ان انت تربكه بس لحد ما تاخد منه اي حاجه تفيدنا في الموضوع، انما تضغط عليه الضغط ده كان زمان. فاضل ده لو ما انكسرش ممكن يتقلب ديب ينهش في لحمك. ما قلتليش يا ريس هعمل ايه؟ خليك معايا. دلوقتي الكاميرا صورت شهير وهو داخل، بعد شوية صورت سامح وهو داخل وراه ومعاه الطبنجة اللي هي معانا واللي هي اتقتل بيها شهير، صح؟ صح. تمام. التسجيل ده لو وديناه للبوليس هيورطنا احنا اكتر ما هيورط سامح. ازاي يا ريس؟ طبعا التسجيل ده مش كافي لإدانة سامح. شهير دخل وهو دخل وراه ومعاه مسدس، بس ما بيقولش ايه بالظبط اللي حصل له. والعمل لازم نوقع سامح، مش عندنا. اهلا مصطفى بيه. اوي اوي يا باشا، حاضر نص ساعة واجيلك. مع السلامة يا سيدي. خير يا ريس. العقيد مصطفى أكيد عايزيني عشان يحققوا معايا. المهم خلينا في موضوعنا. أمورني أعمل إيه؟ هقول لك. هي دي كل السبائك اللي عندنا يا بكر بيه. انا بقى كنت فاكر ان عندكم كميات اكبر من كده بكتير. زي ما قلنا لك دي مجرد عينات طلعناها من المناجم عشان نسوقها، احنا اصلا لسه ما اشتغلناش. انا فاهم ده كويس، بس اللي انا اعرفه بقى اللي يتاخد من منجم السكري اكتر من كده بكتير.
يا بكر بيه، اللي اتاخد من منجم السكري ده حكايه كبيره، اكبر مننا ومنك بكتير. ومن الاخر يعني هو ده اللي عندنا، اذا كان يلزمك. طبعا يلزمني، مفيش حاجه تخسر. انتوا بتقولوا عايزين تحولوا تمنهم بره مصر. مظبوط، عايزين نحولهم على رقم الحساب ده في ميانمار. انا ممكن اعمل دلوقتي ده حالا. عظيم قوي، احنا كمان عايزين نخلص من البيعه دي على طول. خلاص، سعادتك حول المبلغ، ولما يجي لنا تاكيد من البنك تقدر تاخد السبائك دي معاك وانت ماشي. ولو تعرف كمان تامنها بمعرفتك يبقى احسن. بصراحه يعني احنا مش عايزين نتحرك بيها اكتر من كده. لا بسيطه، اطمن. انتوا قلتوا لي بقى رتبتوا من الشغلانه التانيه في مصر هنعملها امتى؟ بكره الصبح هنطلع اخر النهار على مصر. عايزين نخلص ونرجع بكره بعد ما نخلص التسجيل. يبقى على بركه الله نتقابل كلنا بقى ان شاء الله الصبح في مصر. اهلا يا فاضل بيه. ازي حضرتك؟ اهلا يا باشا. بيك. سياده العقيد وليد من مباحث البحر الاحمر. اهلا. اتفضل يا باشا. سياده العقيد هو اللي ماسك التحقيق في قضيه قتل شهير بيه، الله يرحمه. الله يرحمه. طبعا انت عارف اننا بنسال كل الناس اللي هنا عن اللي يعرفوه حوالين الحادثه. طبعا. اسيبكم انا بقى وليد باشا تتكلموا براحتكم. متشكرين يا درش، مش هنطول. براحتكم يا باشا. قوتك مظبوطه فاضل بيه؟ على الريحه يا صبحي. هتجيلك حالا عن اذنكم. اتفضل. اتفضل. معلش يا فاضل بيه ازعجناك، انا عارف ان مشاغلك كتير. لا يا باشا، مفيش اي ازعاج، تحت امرك. سيجاره؟ شكرا. يا ترى عندك اي معلومه جديده تفيدنا في اللي حصل؟ والله يا باشا لو عندي اي معلومات انا مش هتاخر. الدكاتره اللي شرحوا الجثه قالوا ان الحادثه حصلت نص الليل اول امبارح. تقدر تقولي كنت فين في الوقت ده؟ الله، انا مشتبه فيا بقى. لا لا يا فاضل بيه، السؤال ده احنا بنوجهه له الكل، ما نقصدش بيه اي حاجه. في حدود الوقت ده كنت نزلت الغردقه انا والمساعد بتاعي اسمه رجب. رحت اشتريت شويه حاجات وبعد كده رجعنا على البيت عندي هنا. تمام. تقدر تقولي علاقتك ايه بشهير بيه؟ والله معرفه عاديه، تعرفنا على بعض هنا وبعد كده كان عنده مشروع شغل فطلب مني ان انا اشتغل معاه، فنظمنا شويه لقاءات عمل يعني. مشروع ايه؟ محطه تلفزيونيه. غريبه دي، محطه تلفزيونيه؟ ايه الغريبه يا باشا؟ يعني اللي اعرفه عن شهير بيه ان هو ملوش في المجال ده خالص. ولا يمكن بقى مراته هي اللي شجعته على الحكايه دي بما انها يعني بتشتغل ممثله. احتمال. بس هو في كل الاحوال يعني شهير بيه الله يرحمه كان راجل اعمال كبير وعنده بيزنس كتير. عادي يعني انه يعمل زي بقيه بيزنس مان اللي فتحوا محطات تلفزيونيه. تمام. اتفضل. شكرا. ويا ترى بقى مرات شهير بيه كانت بتقعد معاكوا جلسات العمل دي؟ احيانا. على كده اتعرفت عليها كويس؟ يعني ماشي يا عم راكب. يا ترى بقى حد شاف التسجيل ده تاني؟ فاضل بيه مثلا ولا حاجة؟ لا يا باشا، أنا أول ما شفته سجلته عندي ومسحته من على الكاميرا، وزي ما قلت لك خليت الكاميرا تسجل مكانه بعد ما غطيتها بقماشة سودا، وكأن القاتل عارف مكان الكاميرا فين بالظبط. ولما جه فاضل بيه يتفرج ما شافش غير شريط اسود. وانت ايه اللي خليك تضحك على فاضل بيه كده؟ أنا قلت حادثة وتعدي، ودينا بعدنا الجثة، وعمر ما حد هيفكر إن ده اتقتل عندنا، ولا فاضل بيه ليه علاقة بالموضوع أساسا. وقلت برضو يعني سعادتك مش بتاع مشاكل، ولازم نبعدك عن الموضوع ده، وأكيد هتشوفنا بحاجة. اشوفك بحاجة؟ كنتش فاكرني اهبل؟ التسجيل اللي معاك ده ولا ليه اي لازمة عندي، يعني تبله وتشرب ميته، ولو انت فاكر انك هتهددني تبقى عبيط. أنا عمري ما فكرت في كده، ده أنا نفسي تحسبني من رجالتك. أنا كل اللي طمعان فيه أبطل شغل عند الناس وافتح لي مشروع صغير قد كده آكل منه لقمة عيش. يعني عايز كامل المشروع بتاعك ده يا عم راكب، بس يكون في علمك دي إكرامية مني عشان ما بحبش وجع الدماغ والذنب، ما تفتكرهاش يعني خوف من البتاع اللي معاك ده. أنا عمري ما فكرت في كده، وعارف إن سعادتك من بيت كرم، وأكيد هتشوفني بمليون من الملايين اللي سايبها المرحوم الله يرحمه. مليون إيه؟ مليون جنيه؟ هي المليون بقت حاجة دلوقتي يا سعادة الباشا،
ده انت تفك المليون الصبح يخلص اخر النهار. ماشي 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 يا عم رجب، اتكل على الله دلوقتي وانا سيبني يومين كده وهظبط حالي. يومين ايه؟ انا هكلم سعادتك بكره لان قررت ارجع مصر. العيال وحشوني وعايز الحق اعمل المشروع اللي قلت لسعادتك عليه. بالاذن يا باشا. اتفضل. فاضل بيه تسمح لي اسالك سؤال مباشر؟ يا ريت. رايك فيها ايه؟ يعني بصراحه بن مش قد كده. لا مش قصدي يا فاضل بيه، انا قصدي مرات شهير بيه، مدام رانيا عزمي. ده ايه بقى سعادتك السؤال العجيب ده؟ يعني رأيي فيها كايه؟ كممثلة ولا كموزة مثلا؟ ولا سعادتك لو عندك سؤال دغري اتفضل شوط على طول. حاضر. في اشاعات بتقول انك انت ومدام رانيا على علاقة، وفي ناس شافتكوا اكتر من مرة وانتوا لوحدكم، تمام كده؟ اشاعات؟ هو ايه سعادتك بعد الفوضى اللي مسمينها ثورة دي خلاص المباحث ما بتعملش تحريات بتستمع الى الشائعات؟ ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ لا احنا بنتحرك كويس قوي ونفسنا نسمع من حضرتك المفيد عشان نكمل بيه المعلومات اللي عندنا. انا بقول برضه بس مش معقولة يعني يبقى مركزين مع شوية إشاعات خايبة لا راحت ولا جت وسايبين التحريات اللي هي هتوصلنا للمجرم اللي عمل العملة المهببة دي. طب ايه ده بس، انا ما كانش قصدي ازعجك يعني. انا كل اللي عملته بس ان انا بستفسر على اللي بسمعه. وبعدين انت عارف بقى فاضل بيه، الدنيا اتقلبت فوق دماغنا بعد موت الدكتور عمر، وبعدين جت حكايه شهير بيه ديت زودت البلاطين كمان. يعني احنا مضغوطين على الاخر، ما عندناش اي معلومات تفيدنا في البلاوي اللي بتحصل دي. فاي خيط يعني سامحني، اي خيط رفيع هيفيدنا في الحكايه دي. انا عايز سعادتك اللي تسامحني بقى لان هبقى صريح معاك. انا مش شايفكم مضغوطين ولا اي حاجه. يعني بص الدكتور عمر اتقتل بقاله قد ايه؟ مفيش اي حاجه يعني. ده ما تقلقش نفسك من الموضوع ده، احنا شغالين على الحكايه دي كويس قوي. بعدين الدكتور عمر ما اتقتلش، الدكتور عمر انتحر. انتحر ازاي؟ مين قال؟ اللي هو علي كان عارف من الاول. وبالمناسبه بقى احنا سمعنا كمان اشاعات بتقول انك انت السبب في انتحاره لانك كنت بتبتزه. اشاعات تاني يا وليد بيه؟ يا باشا اسمع مني نصيحه لوجه الله. الاشاعات دي هتخليك تقعد تلف حوالين نفسك وفي الاخر مش هتوصلك لاي حاجه. سيبك من اللواء علي خالص، ده راجل طائق ومن ساعه ما ركنوه من الشغل وهو داير يحارب في العفاريت اللي في دماغه هو بس. ومع ذلك انا هجيب لك اللي قتل شهير. انت تعرفه؟ لا بس هعرفه وهجيبه لحد عندك علشان اسد بكابورت الشائعات اللي اطلقها سياده اللواء علي الطائق. سيادتك تؤمرني باي حاجه؟ ازعجناك يا فاضل بيه، شكرا. اتفضل. مش اي ازعاج، تحت امر سعادتك في اي وقت. عليك السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. هبقى ابعت لسعادتك شويه بن محوج هيعجبوك قوي. يا فاضل بيه، فاضل بيه. ايه يا اسامه؟ هم بعتوا لك تاني ولا ايه؟ لا انا المره دي جاي من نفسي. انا خلاص طلعت من القعده هنا ولازم انزل مصر. هقول لهم لو عايزيني في اي حاجه يبقوا قبضوا عليا. لا اطمن خالص، القضيه خلصت خلاص. كانوا بيلعبوا بينا. هم مين دول اللي بيلعبوا بينا؟ اللواء علي الكلب والدلدول بتاعه اللي اسمه مصطفى. هو ايه اللي خلص يعني؟ انا مش فاهم. الدكتور عمر انتحر، ما اتقتلش ولا حاجه، وكانوا عارفين كده من الاول. ولاد الجزم عارفين ان هو انتحر وعارفين ان كل القرف ده؟ ايوه. طب هم هنا؟ هتلاقي ضابط المباحث ومعاه نيله ده اللي اسمه مصطفى. طبعا اذنك بقى. اسامه بقول لك ايه، لو سمحت ما تطورش لغايه ما نقعد نتكلم مع بعض. انا بس لازم امشي دلوقتي، عندي شغل مهم. اطمن اطمن. يعني ما عرفتش تطلع منه باي حاجه. بص يا مصطفى بيه، فاضل ده مش سهل. عموما انا عملت اللي انت قلت عليه، ربكته. خلينا بقى نشوف هيعمل ايه. يا اهلا يا اهلا يا اهلا، ده الحبايب كلهم متجمعين هنا اهو. انت ازاي يا جدع انت تخش علينا بالشكل ده؟ يا سلام، ليك عين تبوق قوي، مش مبسوطين من اللي انتوا عملتوه؟ ما تتكلم عادل يالا. يالا في عينك، عايزين تلبسونا قضيه قتل وانتوا عارفين ان الراجل انتحر.
شكلك كده عايز تتلطش النهارده. مين اللي هيتلطش ده يا محمود؟ يا ابن الكلب يا وسخ وحياة عمر الحيوان ده على فوق يا ابن الكلب عايزه يتهاجم ضربه وبعدين يتكتف ويتعلق. ماشي يا ظباط ورا يا ابن الكلب يا وسخ. انا هفرجهولك النهارده. سعادة الباشا، أنا فاضل أبو الروس. أنا عاوز سعادتك ضروري، بعد إذنك تنزل لي في الكافي شوب اللي عند اللوبي. معلش يا باشا، ده أنا محتاج لخدمة شخصية منك. حاضر يا سيدي، نازل حالا. في انتظارك يا باشا، مع السلامة. اهلا اهلا يا فاضل بيه، اتفضل. ازاي صح يا دكتور؟ الله يخليك. تشرب ايه؟ لا ولا أي حاجة، ولا أي حاجة صحيح. طيب طمنا الله يخليك، انا من يوم الخميس ما نمتش. ليه كفالة الشر؟ ايه اللي مش مخليك تنام؟ انا من يوم ما قبضوا على عدلي وعز وجرانه والمغربي وانا حاسس يا فاضل بيه ان انا خلاص انتهيت. كلها يومين ثلاثه وهيقبضوا عليا انا كمان. يا راجل مش للدرجه دي. على العموم انا وعدتك واللي عليا انا عملته. يعني خلاص الملفات اللي في مباحث المصنفات اتدمرت. كل الملفات والاحراز بتوع القضيه دي بقوا تحت ايدي وفي الحفظ والصون، وما لهمش اي اثر كمان في مباحث المصنفات. الحمد لله الحمد لله. لا بس بيني وبينك بقى، احنا ما ينفعش ان احنا ما نبقاش قلقانين، ما ينفعش نطمن خالص. في حاجات معاليك ما حكيتها ليش. الحاجات دي بقى اجي ابص على الورقه بعد كده اسف، ده احنا نقلق ونقلق. حاجات زي ايه يا فاضل بيه؟ انا حكيت لك كل حاجه. لا سيادتك ما حكيتليش مثلا ان واحد من البشوات الصغيرين يبقى شريك رئيسي في الشركه دي. سيادتك ما حكيتليش كمان ان الشركه دي لعبت باسهم الهبرات الكبيره اللي في الخصخصه، البنوك، شركات الصلب، شركات الادويه. طب ودي هتفرق في ايه؟ ما هي بيني وبينك انا اصلا ما كانش لازم ادخل باسم شريك في الشركه دي مهما كانت صغيره او مش مهم. لا بعد اذنك بقى، تفرق فرق السماء والارض. هو ساعتك مش بتقول انك انت قاعد تتابع اخبار التحقيقات والقضايا؟ ايوه. طيب يبقى اكيد سمعت بقى عن البلاغات اللي نازله ترف على مكتب النائب العام ضد الريس والهانم والبشوات الصغيرين في قضايا الفساد. بلاغات كتير قوي منها عن التلاعب في اسهم البورصه. ده صحيح. هي لو كانت شركه عاديه من الشركات بتاعت صناديق الاستثمار ماشي، كنا نقول اوكي خدنا الملف الموضوع هيموت، انما بالشكل ده لا، كده القضيه كبيره وهتكبر وهيقعدوا ينخوروا لحد ما هيجيبوا المستندات من قلب الشركه وهيفصصوها. يعني يا فاضل بيه، يعني بخبرتك ممكن بجد يحققوا مع الريس وولاده ومراته؟ هو سيادتك فاهم اصلا ايه اللي بيحصل دلوقتي؟ اي حاجه ممكن تحصل طبعا. ساعتك ما شفتش المليونيه بتاعت اول امبارح اللي الناس كلها خرجت علشان تقول حاجه واحده بس، لازم الريس يتحاكم هو وعيلته. اكيد هتتفتح تحقيقات، حتى لو كان يا سيدي من باب تهدئه الناس هتتفتح تحقيقات، ده مؤكد مفيش كلام. وفي الحالة دي المستخبي بتاع معاليك هيبان. طب والعمل يا فاضل بيه؟ العمل عمل ربنا بقى. بص انا مش عايز اوترك، مش عايز اسوق الصورة اكتر ما هي سيئة، بس راجل لراجل استعد لأسوأ الاحتمالات. أسوأ الاحتمالات؟ فاضل بيه أنا لا يمكن أتحمل فكرة السجن. أنا هموت لو ده حصل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا دكتور مش كده يا دكتور. امسك نفسك امال،
روق روق. انسى دلوقتي الموضوع ده خالص، اشرب لك حاجه دافيه وريح. الصبح باذن الله كده نتقابل ونفكر ونشوف، يمكن نعرف نلاقي لنا صرفه او اي تدبير. نفكر في ايه؟ نفكر في ايه يا فاضل بيه؟ ما خلاص انتهت يا فاضل بيه، انتهت. طب اقول لك تصبح على خير بقى. كان الله في عونك والله، مش عارف اقول لك ايه. تصبح على خير معاليك. اهلا اهلا يا سي فاضل، خير؟ بقى يا راجل يا ناقص تبقى عارف ان عمر الديواني انتحر وما اتقتلش وقاعد مكتم، سيبنا نلف حوالين روحنا ونقول مين اللي قتله يا ترى، وانت عندك المعلومه ولا همك اي حد. هكون عاوز تقول لي يعني ان انت بتحبه وخايف عليه. ما انا عارف ان انت السبب في انه انتحر. حرقاك قوي انت الحكايه دي مش كده؟ هتموت تعرف ايه السر اللي قاله لي قبل ما يموت. انا بقى مش هريحك، هسيبك تولع بجاز وسخ. انت يا جدع انت مش عاوز تنطق وتقول لي انت عايز مني ايه بالظبط؟ وانت لسه ما فهمتش انا عايز منك ايه يا تغف؟ ده بس عامل لي فيها ضابط مباحث ومساعد وزير. يعني انت بقى عاوز تخليني اطق واتفرس واموت؟ ايوه بالظبط. انا بقى ناوي ان انا افرسك لحد ما الطق تموت. هسيبك كده تولع وتتحرق على نار هاديه، وبعد ما تستوي هقشرك وهنهشن وهعظمك. اما سقيتك المره نقطه نقطه يا علي يا ابن اللي انت صحيح امك اسمها ايه؟ اللي اقول لك مش مهم. اما سقيتك المره نقطه نقطه يا علي يا ابن اللي ما تتسماش، تبقى الهدوم دي على مرة. اصحى بقى لنفسك كويس قوي عشان ميعادك جاي. حاسب على قهوة يا نتن. السلام عليكم. وعليكم السلام. تليفون. اتفضل. مساء الخير يا فندم، اتأخرت على سعادتك؟ أنا عرفته يا فندم، خلاص عرفته، ضابط في مباحث أسيوط. معقول يا عمرو موضوع زي ده ما ينفعش فيه التخمين، واحنا ما ينفعش نقدم ملف زي ده غير لما نكون متأكدين منه مليون المية. لا يا فندم متأكدين ومليون في المية، أنا شايفه بعناية سعادتك. هو اللي كان واقف على الكمين اللي عدانا بالعربية اللي متهرب فيها السلاح من غير ما تفتش. طب قول لي اسمه ورتبته، وعايزك تفكر ازاي نعمل له كمين نوقعه. تمام سعادتك يا فندم. اسمه العقيد علي عبد السلام. العقيد علي عبد السلام، مباحث أسيوط، جاي أصلا من أمن الدولة، كان خارج في موضوع مش مفهومة تفاصيله. بالنسبة للخطة سعادتك أنا مفكر في حاجة كده هظبطها تمام وأعرضها على سعادتك. ماشي يا عمرو، ربنا يوفقك، مع السلامة. علي عبد السلام، مباحث أسيوط. مامي هي دي حلوة دي؟ وريني يا حبيبتي. الله حلوة قوي، بس بقى ممكن نطلع فوق عشان ننام عشان خلاص الوقت اتأخر. فين ماميز كيس؟
خلينا نضغطيكي كويس عشان الجو برد. باي يا حبيبتي. هو انت فعلا بعتي للشيخ سالم خبر وفاه شهير؟ يا كريم، يعني انا هضحك عليك؟ انا قلت لك ان انا بعت له ايميل حتى لو ما كانش واصل، اكيد عارف الخبر ده ما بيستخباش. امال ليه ما بعتش اي رد؟ رد ايه؟ هو اي حد في الظروف دي بيبعت ايه غير ان هو يقول البقاء لله؟ ازاي بقى؟ واحنا مش لازم نعرف المشروع هيمشي ازاي بعد الحادثه؟ هو شهير النمرسي ده مش كان شريك اساسي معانا؟ ما هيمشي يا حبيبي زي ما كان المفروض ان هو يمشي. احنا خلاص مضينا العقود والشركه اتاسست. اما بالنسبه بقى لحقوق شهير بيه الله يرحمه، دي مش مسؤوليتنا احنا، دي مسؤوليه الورثه بتوعه، هم اللي المفروض انهم يقلقوا ويجروا ورا الموضوع. بس برضه غريبه انه ما بيبعتلناش اي حاجه. لا الغريب انت. انا مش عارفه ليه من ساعه ما ابتدينا المشروع ده وانت على طول قلقان ومتوتر. ما توترش ازاي يا شروات؟ هو احنا مش حاطين فلوس قد كده في المشروع؟ انا مش هنام ولا اهدى الا لما يقوم يبان له صوره. يا حبيبي ماشي، بس المشروع ده مش هياخد له يوم ولا اتنين، ممكن ياخد له شهور. وبعدين ما انت اتفقت مع الشيخ سالم ان انت تتابع مع المحامي بتاعه هنا في مصر او الشركه بتاعته. في ايه المشكله؟ لا الشركه اللي في مصر دي مش داريانه باي حاجه، اكلمهم يقولوا لي المدير في الكويت، اكلم المحامي تليفونه على طول مشغول. ماشي بسيطه قوي. هتفضل ورا المحامي لغايه ما يرد عليك، واول ما يرد خد نمره المدير في الكويت واتصل بيه. عادي. اهدى. هفضل وراهم لما نشوف اخرتها. مساء الخير. مساء الخير يا فندم. ممكن لو سمحت تدي خبر لسياده اللواء علي ان انا مستنيه هنا؟ اقول له مين حضرتك؟ ها؟ مين حضرتك؟ قول له من طرف العقيد وليد. لحظه واحده. مساء الخير سياده اللواء. في حد مستني حضرتك هنا من طرف العقيد وليد. اوكي يا فندم. نزل حضرتك. شكرا. يا اخي من ساعه ما وصلنا القاهره وانا عايز اغمض وافتح الاقي نفسي رجعت تاني مارينا الغردقه بصراحه. طمن يا صاحبي، هتغمض وتفتح تلاقي نفسك في ميانمار وحواليك النسوان بتوع المساج. يسمع من بقك ربنا. الله ابو بكر بيه اهو. ده يوصل ازاي ده؟ صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. معقول يا استاذ ابو بكر توصل قبلينا؟ اهلا بيك يا معتز باشا. اهلا وسهلا. استاذ ايمن الصرفي مظبوط؟ ايوه يا فندم. اهلا يا فندم. شريف عبد الغني. طبعا يا شريف بيه، اهلا وسهلا. الاستاذ المحامي اللي معايا. اهلا يا فندم. اهلا وسهلا. تحبوا تشربوا ايه؟ ارجوك اعفينا، احنا عايزين نخلص بسرعه عشان نلحق الطياره. احنا جهزنا العقود الاصليه، ساعتك طلعت عليها؟ تسمح لي؟ اتفضل. ده توقيعك يا معتز بيه؟ ايوه يا فندم طبعا مظبوط. ودي توقيعاتك طبعا؟ ايوه يا فندم كله تمام. لكن ازاي سعادتك خدت حق الانتفاع ده؟ مع ان لا وزاره البترول ولا هيئه الثروه المعدنيه عمرهم ما عرضوا المناجم دي للاستغلال. ما هو سعادتك هم بيعرضوها بس من غير ما يعلنوا عنها. طبعا زي ما سيادتك فاهم الحكايه بتمشي ازاي. لا الصراحه مش فاهم. العقود دي لو مش متزوره تبقى استيلاء على مال عام. يعني دي يا جريمه تزوير يا جريمه نهب. تزوير ونهب يا فندم؟ يعني هو سيادتك ما فهمتش الاستاذ ولا ايه؟ هو انا ما قلتلكش ان الباشا يبقى من نيابه اموال العامه؟ ايه؟ خد تعالى هنا. خد تعالى هنا. معتز! اما هو انا ماليش علاقه كل ده، كل دي توقعاته هو، انا ما وقعتش على حاجه. صباح الخير. صباح الفل، صباح الياسمين، صباح البتاع الصغير الحلو ده اسمه ايه؟ نرجس. عامله ايه؟ كويسه؟ ماشي الحال. الجميل بكره بقى ناوي يروح في الاستفتاء بتاع تعديلات الدستور ويدي صوته ولا ايه نظامه؟ انا؟ لا طبعا. ايه اللي طبعا؟ ايه متردده تقولي نعم ام لا؟ هو انا ما قلتلكش قبل كده ان انا ماليش في السياسه؟ هو في حد في البلد دلوقتي ملوش في السياسه؟ في انا.
انا دماغي فيها اللي مكفيها ومش ناقصه سياسه ووجع قلب خالص. غريبة. غريبه ليه ان شاء الله؟ لأن دماغك مليانة خطط وتدابير رغم متكلفة ومليانة سياسة يعني. انا دماغي مليانه بالسياسه بتاعتي. المصايب اللي اتطربقت فوق دماغي مره واحده، الشغل اللي وقف، وجوزي اللي اتهموني بقتله. مال انا ومال الدستور؟ خليهم يبلوه ويشربوا ميته. على رأيك. طيب هو مش ممكن في وسط الخطط والتدابير والمشغوليات دي اللي جوه دماغك يعني تزحزحيهم شوية وتعملي لي فسحاية كده صغيرة؟ لا مش ممكن. ليه بقى إن شاء الله؟ علشان مش ناقصه وجع قلب. الله، يعني أنت مش ناقصة سياسة وكمان مش ناقصة وجع قلب، أمال ناقصة إيه بالظبط؟ ناقصه راحه بال. لا ما أنا قلت لك دي بقى تسيبيها لي أنا. طمني. خلاص لما بالي يهدى ويستريح هبقى الاقي لك حته فاضيه في دماغي ادخلك فيها. يا سلام، لا أنا مش هستنى. اعملي حسابك إن أنا ناوي أحشر نفسي جوه دماغك، مش هتعرفي تخرجيني بعد كده أبدا. يا لهوي عليك. يا عم انت ما عندكش غيرها ولا ايه؟ ايوه يا راجل. كنت عايز بس اسالك، يعني هنكلم الراجل اللي احنا اتفقنا معاه ولا لا؟ مين ده؟ سامح؟ لا لا لا، كلمه بكره. بس انا وعدته ان اكلمه النهارده. يا سيدي اتقل عليه، كلمه بكره. ولو هو اتصل بيك النهارده قول له هرجع انا اكلمك بكره وساعتها هنتفق على ميعاد. اهم حاجه في موضوع سامح ده ايه؟ ان احنا نحسسه بالامان وان عنده براح يهندس لك ويخطط لك عشان بعد كده لما يقع في الخيه يطب ما يحطش منطق. مش كده ولا ايه؟ عندك حق. اللي تشوفه سعادتك. اتفضل. كنا بنقول ايه؟ طب وبعدين انا تعالى ندخل من الشمس. وبعدين يا عم احنا خلاص داخلين على الظهر ومفيش حس ولا خبر عن علي. طمني يا طنط، ان شاء الله خير. احنا كده كده قلبنا الدنيا. خلينا نشوف العقيد وليد عمل ايه. ها، عرفت حاجه يا وليد بيه؟ والله ما انا عارف يا باشا، انا دماغي ورمت. نفس الكلام اللي على لسان كل واحد شكله محترم جه بالليل لموظف الاستقبال قال انه من طرفي، وطبعا الموظف اتصل بسياده اللواء والراجل خرج يستنى بره، بس محدش عارف اي حاجه تانية. اصل مش معقول هيكون استدراجه وخده معاه. سياده اللواء حويته وما يضحكش عليه. يا باشا ده ما حدش شافهم خارجين من الاوتيل مع بعض، ولا حد شافهم قاعدين مع بعض من اساسه. يبقى اكيد اتخطف بالعافيه. ايه؟ اتخطف؟ والله احتمال، وحتى لو ده حصل يعني اكيد اي حد كان حس بيهم يعني. مصطفى بيه، ها مصطفى بيه، عرفت حاجه؟ في عامل من اللي هنا شاف تقريبا في الوقت ده عربيه ميكروباص واقفه عند الباب الوراني بتاع الخدمات، واقف عندها ناس كان شكلهم غريب، بس للاسف الواد ما اهتمش. لا يبقى كده اكيد فعلا انه اتخطف. ايوه بس مين اللي خطفه؟ وخطفه ليه؟ اكيد حد تبع الجدع بتاع الجامعات اللي رحنا له من يومين. يا راجل معقوله هو ده يعرف يهش نمله؟ ناس من جماعته. نروح له ونجيب خبره يا جماعه. ها عرفت حاجه يا عمرو؟ لسه من حقه يا طنط، بس يمكن يكون جاله خبر مهم وراح يشوفه وان شاء الله يطمنا. طب كان اتكلم يا ابني. مش بتقولي نسي الموبايل؟ ايوه نسيه، بس كان يتصرف ويتكلم من اي حته. سليمه يا حاجه ان شاء الله ما تقلقيش، بس انت لازم تستريحي. ما تاخدها عمرو بيه تريح في اوضتها فوق شويه. استريح ازاي يا ابني؟ هو اللي بيحصل ده ممكن يخليني استريح؟ عنده حق، لازم تريحي يا طنط. انت ما نمتيش طول الليل، وبعدين قعدتك هنا مش هتعمل اي حاجه. يلا بينا اتفضلي. يلا يا ابني، ربنا يجيب العواقب سليمه. هنرجع تاني لشغل الجامعات وقرفها؟ لا يا باشا، الموضوع كبير من الاخر، ما هواش موضوع جماعات. الحاجات اللي بتحصل كل يوم هنا دي ما ينفعش تبقى صدفه ابدا. خطف وقتل وانتحار وايه وناس مهمين. وناوي تعمل ايه؟ انا بكره هرجع الغردقه، اول حاجه هعملها هجهز قوه للراجل بتاع الجامعات ده، اشوف حكايته ايه بالظبط، وبعدين نبلغ الوزاره بقى يعملوا تحرياتهم بمعرفتهم. هيقول لي بلغ الوزاره؟ هو في حد فضيلك في الوزاره اليومين دول؟ يا مصطفى بيه هنعمل اللي علينا، اهي محاوله يعني. طب ابقى بلغني اول ما ترتب حاجه. حاضر. عموما انا ناوي اجهز فرقه واجي عسكر هنا يومين، اعمل تحريات انا بقى بمعرفتي. ما انا لازم افهم ايه اللي بيحصل بالظبط واصله ايه. اتفضل يا معالي الباشا. اتفضل يا باشا.
انا فين؟ انت فين؟ انت في الجنة يا باشا، في الجنة. جنة. انت مين؟ وقت كنا ناسين اياك. انا حشاش العيني، حشاش العيني يا باشا. جد العيني. وده مين اللي خطفنا؟ الدين قديم مع الوفي انا وانت. انا فين؟ انت فين؟ انت في الجنة يا باشا، في الجنة. جنة. انت مين؟ وقت كنا ناسين اياك. انا حشاش العيني، حشاش العيني يا باشا. جد العيني. وده مين اللي خطفنا؟ الدين قديم مع الوفي انا وانت. دين قديم مفيش غيره. محمود فرغلي. لا، قرايبه، بس اللي بيشغلهم اجدع من محمود فرغلي. وده مين ده؟ ظابط التفتيش بتاع زمان اللي جه يفتش على سعادتك. قمت سعادتك لبسته قضية مخدرات. هي دي الحكايه اللي انا عرفتها. الله يلعن له حجاج العيني ابن الفاجره دي. لعنه بقى ولا ما لعنوش، اهي مصيبه وطبلت على دماغنا كلنا. الظابط اللي هو جابه اتعرف عليا، عرفني وعرف اني انا اللي بسلك لكم السلاح، واكيد دلوقتي هو بيظبطني كده كمين عشان يوقعني. كتب في التقرير بتاعه ان انتوا اكبر تجار سلاح في الناحيه. بيك اللي بلغك بالحكايه دي هو اللي عايز يوجعك يعني بيه. لا اللي بلغني بالحكايه دي اخ وصديق. انا بحمد ربنا واشكر فضله ان هو بيشتغل في مكتب الوزير، وان الدوسيه بتاعي جه على مكتبه كده صدفه يعني. لا حول ولا قوه الا بالله. طب والعمل يا علي بيه؟ لازم نلبس الضابط ده تهمه. التهمه دي تبين ان هو بيرمي بلاء علينا عشان يسلك لنفسه سبوبه كده يعني. شايف ان التهمه دي تكون تجاره المخدرات. يبين يعني ان هو موارث مع تاجر مخدرات، وان هو بيعمل الحكايه دي كلها غلوشه يعني عشان يثبتنا احنا ويخلع هو بالمعلومه. واحنا عندنا تاجر المخدرات دي. يا عم ما تقلقش انت بالحكايه دي، انا سيبنا ستفها انا. طب ما انت ولا تهمي يا علي بيه، خلينا نخلصوا منه. تهمي يعني ايه؟ البلاغ ده لازم يتعمل في مصر، ما يتعملش هنا في مباحث اسيوط ولا في البوليس بتاع اسيوط كلها. لازم البلاغ ده اللي يبلغه حد يكون كبير، عشان لما يبلغ القرار ده ويدي الاسفين ده نلاقي حد وراه يسنده يقوم يصدقوه، ما حدش يبنبك فيه. قصدك ايه؟ قصدي ابن عمكم الوزير ده. يا ليلتين وهنقدر نبلغوه بحاجه زي دي؟ لا ما تبلغوهوش، خليه بقى لما الفضيحه تكبر ويعرفوا كلهم ان انتوا اكبر تجار سلاح في المنطقه، ساعتها هتترتك على دماغكم ودماغه. خلينا ندبروها يا حاج منصور وامرنا لله. حاضر. أنا إزاي تاهت عن دماغي الحكاية دي؟ اتفضل. انتوا فسدتم؟ اتجنيتوا؟ بتودوا سلاح للجماعات؟ يا باشا وحق دين النبي ما للجماعات، ده للاهالي. ويعني الاهالي ما بيشتروش سلاح. اصل الجماعات دي مش حاجه واحده يا سعاده الباشا. يعني في بلاد فيها الجماعات
اللي بتتقاتل مع الحكومة، ودول احنا ما بنوردش لهم السلاح واصل. وفي بلاد تانية أهلها مسالمين، بس في وسطيهم شباب بيذكروا ربنا، ودول بيشتروا السلاح عشان يحرسوا بيه بيوتهم وأراضيهم. بتستعبط عليا منك ليه؟ تعرفين ايه اللي هيحصل لما الريس يعرف ان عيلة البيه اللي في اسيوط هي اللي بتورد السلاح للجماعات؟ هتتعلقوا كلكم على الخوازيق، من اصغر عيل لاكبر راس اللي هو انا. وعشان كده احنا قلنا نبلغوا سعادتك بالحكايه دي ونستسمحوك تقدم البلاغ. امري لله. هاتوا بيانات الضابط ده وهاتوا البلاغ اللي هتقدموه، واول ما يتقبض على الضابط ده تاني يوم هينزل الضابط اللي شغال معاكم يعمل اكبر قضيه لكل الجماعات اللي بيشتروا منكم. واقسم بالله لو حصل انكم بعتوا لهم تاني هعلقكم بايديا دي. اتفضلوا غوروا. محمود بيه، انت برضه ناوي تمشي؟ ايوه طبعا، ما انا كان لازم امشي من الاسبوع اللي فات، لكن اهو قدر الله ما شاء فعل. الله يرحمك يا شهير بيه ويسكنك فسيح جناته. طيب مش يمكن يحتاجوك في تحقيق تاني ولا حاجه؟ ما هو ظابط المباحث قال لي استنى يومين واديني استنيت، وبعدين هيعوزوني في ايه في تحقيق؟ انا لا شفت حاجه ولا اعرف حاجه. يا سيدي يمكن يسالوك تاني، محدش ضامن برضه. هكلمه واساله، واذا قال لي استنى هقول له مش هستنى غير لبكره بس. طيب انا كنت عايزك في استشاره كده. اتفضل. وانا ما ينفعش اتصرف في اي حاجه من الحسابات اللي تحت ايدي في حدود الميراث بتاعي طبعا. اوعى تعمل كده يا سامح بيه، دي مشكله كبيره، دي جريمه تبديد. تبديد ليه بس؟ هو كده ما ينفعش تتصرف في التركه اللي بعد ما نفتح الوصيه ونعمل اعلان وراثه وتتحدد مخصصات كل الورثه، حتى العهده اللي معاك ما ينفعش تصرف منها الا على بنود الشغل بس. طيب افرض الشغل احتاج فلوس اكتر من اللي في العهده، اتصرف انا ازاي بقى؟ تعمل لها اجراءات استثنائيه بمعرفه كل الورثه. انا نبهتك اهو تاني. يعني مفيش اي طريقه ممكن اسحب بيها اي مبلغ من الميراث؟ لا مفيش. وبعدين يا سيدي ده كلها اجراءات بسيطه وهتخلص اوام، اصبر عليها. انت لازم تعمل مشاكل مع اهلك، انت ناقص. بعد اذنك. اتفضل. ايوه يا شريف، يعني انت فين دلوقتي؟ نيابه؟ ليه؟ ايه اللي حصل؟ طب انهي نيابه؟ لا مش عارفاه، بس انا هتصرف. ايوه طبعا لازم اجيلك. اوكي حاضر هكلمه. باي باي. هو في ايه؟ ايه اللي حصل؟ مش عارفه، بس الظاهر الشغلانه اللي كانوا رايحينها اتطربقت فوق دماغهم. انا مش عارفه ايه اللي حصل بالظبط، بس لما راحوا لقوا نيابه الاموال العامه في انتظارهم. طب وبعدين؟ معتز هرب بس قبض على شريف. يا نهار اسود. طب معتز فين دلوقتي؟ مش عارفه، انا مش عارفه اي حاجه، مش عارفه اتصرف ازاي، بس انا لازم اروح لشريف دلوقتي حالا. طب بقول لك ايه، قومي لمي حاجتك انت ومراد، احنا لازم ننزل مصر حالا، ما بقاش في داعي لوجودنا هنا. يلا. معاكي حق، بس هكلم فاضل لان شريف قال لي اكلمه. ايوه يا فاضل بيه. خير يا فندم. طيب بالراحه من فضلك بس علشان افهم منك كويس. الله، ومعتز هرب دلوقتي؟ وبعدين؟ طب حاجة فين؟ طيب مسافة السكة وحاجة لحضرتك على طول. طيب. مع السلامة. طب انا هكلمك بعدين. ايه في ايه؟ ايه مالك؟ ايه اللي حصل؟ السفله الحيوانه. مين دي؟ مروة كلمتك؟ اه. انا مش قادره اصدق ان حشره زي دي ماسكه عليا زله وبتبتزني. طيب اهدي اهدي. ايه دي؟ ما تخافيش. عاوزك لما تهدي خالص ترجعي تكلميها وتعملي معاها ميعاد وانا اللي هقابلها. ماشي، وبعدين هنخلص منها ازاي دي؟ زي الشعر من العجين. يا سلام. زي ما بقول لك كده، فهميني بقى. الست دي واحدة وهمانة، فاكرة ان في ايدها حاجة تذلنا بيها. صح؟ كل اللي هي تعرفه في الاول وفي الاخر ملوش اي قيمة. ازاي يعني ملوش اي قيمه؟ يا ستي زي الناس، دلوقتي لما نوقع سامح البوليس هيعرف ايه؟ مش هيعرف ان انت كنت هنا وبعدين شهير جالك على هنا وبعدين سامح جه شهير على هنا وقتله، صح؟ هتبتزنا بايه بقى ساعتها؟ مش لما نعرف نوقع سامح الاول؟ هيحصل. بصي لي يعني هيحصل. ايه الوش ده؟ انتوا قاعدين سايبينه يهبل كده؟ ما حد يدخل يديله فوق دماغه ويخلصوا. يا فندم من صراحة ربنا عمال يزعق وعمال يصرخ، مش عارفين نعمل معاه ايه. طب ادخلوا كتفوه. حاضر يا فندم.
علشان طولة ايدك ولسانك ومن غير ما يكون لنا حق. هو كده عافية واعلى ما في خيلك اركبه. يعني ايه بلطجه يعني؟ بلطجه؟ بلطجة. وعلى فكرة انا كنت ناوي امشيك النهارده، بس عشان قلة ادبك دي هقعدك يومين كمان وبروح اشتكيني، ولو ما بطلتش الزعيق والغغا اللي انت عاملهم دلوقتي هخليهم يعجنوا فيك لما تبقى بسيسة. ماشي ماشي، وديني اعرفكم. هاي شروت. هاي يا حبيبتي، ازيك؟ وفاء، انت لسه قدامك كتير؟ لا خلاص 5 دقايق بالكتير، بس انا مش عارفه مراد راح فين. مستني في عربيتي مع فريده، احنا هنطلع بيها. طبعا اكيد. بليز يا شروت ممكن اسيب عربيتي معاكي؟ طبعا يا حبيبتي، هبعتها لك بعد كده مع اي سواق من عندي. ثانك يو يا روحي. صباح الخير. صباح النور. اهلا وسهلا. ازيك يا فاضل بيه؟ اتفضل. صباح الخير. اهلا. انت عارفه عنوان نيابه الاموال العامه؟ لا. طيب انا كتبته لك. انا على فكره اتصلت بيهم، عرفت ان اكتر من محامي راحوا. ميرسي قوي. طب ممكن يحصل ايه؟ هو اكيد هيتحبس على ذمه التحقيق، دي ملهاش اي حل. يعني مفيش اي طريقه ممكن يطلعوا بيها؟ قدام شويه، معلش نستحمل يومين يا رب ترسي على يومين بس. ان شاء الله. ايه مفيش اخبار عن معتز؟ للاسف مفيش اي اخبار. معلش هو اكيد هيتصل لما يحس انه بقى فاهمان. طيب مش هعطلك انك تلمي حاجتك؟ انا نفسي بس الحق اشوفه قبل ما يرحلوه. لا اطمني، التحقيق مش هيخلص قبل نص الليل، هتلحقي تشوفيه. ان شاء الله. طيب هستناكم بره. اتفضل. هعمل تليفون بس واجيلكم. ماشي. وفاء، تحبي اساعدك عشان نخلص؟ هتلاقي بس في اوضه النوم في شويه حاجات. هو احنا ايه؟ مش هنتكلم مع بعض تاني؟ والله انا شخصيا احب ان احنا نبقى اصحاب عادي يعني. انت اللي عامله مشكله. انا راجل قلبي ابيض، اتصلي قولي هاي اقول لك اهلا وسهلا ازيك عامله ايه كده يعني. اتصل. انت اللي هترد على تليفونك برضو؟ انا عارفه انك كنت مشغول يومين اللي فاتوا، عشان كده ما حبيتش ازعجك. خلاص عرفت انها كانت قاعده عندك. هي مين دي؟ نجمة السينما المتقاعدة، الأرملة. ما تيجي طيب نتكلم في حاجه تانية. نتكلم في ايه تاني؟ ده هو ده الموضوع اللي كل الناس بتتكلم عليه. كريم شافها عندك، وفاء شافتكم مع بعض في مطعم فيرونيك، حتى شهير بيه الله يرحمه كان عارف انها بتجيلك. اوعي تقولي لي ان شهير بيه الله يرحمه هو اللي حكالك. وليه لأ يعني؟ كنت عند شهير بيه قبل ما يتقتل، عشان موضوع محطة التلفزيون، وجات السيرة كده بالصدفة فحكالي. انت اللي حكيتي له يا شروت؟ أنا؟ أحكي له ليه يعني؟ الموضوع ما يخصنيش أصلا. انت اللي حكيتي له. شروت انت مريضة يا ماما، مريضة بمرض يخلي الإنسان ما بيشوفش أي حاجة في الدنيا إلا نفسه. ده بيخليه بعد كده يبقى أناني وأنتافه. انت تستاهل اللي جرالك ولا لسه هيجرالك؟ مش من وشي.
ازيك يا مروه؟ ازاي حضرتك؟ مالك اتخضيتي ليه كده؟ اقعدي اقعدي. انا عارف ان عندك ميعاد مع مدام رانيا، هي اللي بعتني عشان اتكلم معاكي. اشربي الاول. ليمون؟ هلو. تتكلمي عربي؟ طيب عايزين واحد ليمون وواحد دبل اسبريسو. احكي لي. مش فاهمه يعني احكي لحضرتك على ايه؟ احكي لي اللي قلتيه لمدام رانيا. ما هي اكيد قالت لك. عايز اسمع منك. انا كل اللي قلته لها اني عايزه العوض بتاعي. وماله؟ تعوضك؟ تعوضك عن ايه؟ هي عارفه. قصدك انها تعوضك عن الفلوس اللي كان شهير بيه بيديها لك على جنب؟ لا لو سمحت حضرتك ما تتكلمش معايا بالطريقه دي. وبعدين يعني ما هي المدام ماشيه على مزاجها، بس ما حدش بقى راح سجل لها شريط وسخ زي اللي سجلتهولي. حسك وطي حسك واهدي عشان نعرف نتكلم بالعقل. قاعده ازاي بس؟ وهي مسجله لي شريط زي ده. طيب اولا التسجيل ده اعتبريه انه اتمسح، يعني ولا هينزل على اليوتيوب ولا هيوصل لاهلك. شكرا. وبالذات اخوكي حمدي، احنا عارفين ان هو راجل صعيدي وممكن تطير فيها رقاب، ولا يا ستي كمان هياخد بالتسجيل ده خبر اسمه ايه، اشرف اللي متكلم عليكي. نهدى كده ونتكلم بالعقل. دلوقتي انت قلتي لمدام رانيا انك عارفه ان شهير بيه الله يرحمه لما جالي كان عارف ان مدام رانيا عندي. ايوه كويس. انا يا مروه مش مصدق ان شهير بيه الله يرحمه هو اللي قالك. هو حضرتك جاي تحقق معايا ولا ايه؟ وبعدين ما يعني انا عايزه مدام رانيا، انا قلت لها هي اللي تيجي تقابلني. اقعدي يا بنتي خليني اعرف اساعدك. انا مش عايز اذيك يا مروه، انا عايز اساعدك. اقعدي. سامح هو اللي قالك صح؟ لا انا عايزك تهدي علشان اعرف اساعدك. اهدي. ها قولي لي قالك ايه بالظبط؟ قال لي كده بس. ما قالكيش اي حاجه تانية؟ يعني ما قالكيش مين اللي قتل شهير بيه؟ قال لي انه حضرتك. تمام. وقال لك انه عرف ازاي ان حضرتي اللي قتلت شهير بيه؟ ما اعرفش والله، والله العظيم انا ما اعرف حاجه. هو جالي يوم ما المدام راحت تتعرف على الجثه ووراني التسجيل اللي عملته وهددني هيقول لاهلي وقال لي اقول لها الكلام ده بس، والله ما اعرفش حاجه تانية. وهو اللي قالك تكلميها النهارده؟ ايوه قال لي اقابلها واطلب منها 1,000,000 جنيه، بس انا والله العظيم مش عايزه حاجه خالص. انا عايزاكم تسيبوني في حالي، انا بنت غلبانه ومش قدكم. انا كل اللي عايزاه ارجع مصر. اهدي بقى خالص اسمعي المفيد. انا عايزك تثقي فيا لان ما عندكيش حل تاني. اذا سمعت الكلام ونفذتي اللي بقولك عليه بالحرف الواحد اوعدك في خلال 2 3 هتبقي في مصر، هتبقي في الامان وبره الموضوع ده خالص، وهجيب لك شغلانه كويسه، والشريط اللي انت خايفه منه ده هيتمسح نهائي. بجد والنبي؟ بجد. حاضر، انا هعمل كل اللي تقولي عليه. اشربي الليمون. انت خريجة عربي ها؟ ايوه صنص اداب لغه عربيه. مساء الخير. تعالي تشوفي المصيبه اللي احنا فيها دي. معلش كريم انا تعبانه شويه، سيبني دلوقتي. معلش عشان خاطري تعالي ثانيه.
خير في ايه؟ انا حاسس ان احنا واقعين في ورطه بنت لذينه يا شروات. ليه حصل ايه كده؟ المصيبه ان ما حصلش حاجه، تليفوناتهم كلها مقفوله. تليفونات مين؟ شركه سالم المحامي، تليفونات الارضي ما بتردش، ده حتى البرايفت نمبرز بتاعته مقفوله. وايه المشكله يا كريم؟ الراجل ممكن يكون سافر، عنده اجتماع مهم، قافل كل تليفوناته. ما هو مش معقول ان انت عايز تفهمني ان كل الناس دي قفلت تليفوناتها في نفس الوقت. انت تساليني انا؟ طيب ماشي، انت عايز تفهمني ايه؟ عايز تفهمني ان الشيخ سالم العبيدي سرق فلوسنا؟ لا انا ما قلتش كده. طبعا لا. احنا معانا عقود ومستندات انترناشونال، يعني كل الفلوس اللي احنا دفعناها في المحطه مضمونه 100%. قلقان من ايه بقى؟ انا معاكي في الكلام ده ومش قلقان من الناحيه دي خالص، بس انا لازم ابقى في الصوره واعرف اللي بيحصل حواليا، ده حقنا يا شروات. ماشي يا كريم، بكره هنقعد انا وانت على الانترنت نطلع كل تليفونات مؤسسه سالم العبيدي في الكويت. خلاص؟ نقعد نجربها لغايه ما نوصل لحد، على الاقل حتى تسيب له رساله منك. ماشي، احنا نجرب ده النهارده، بس لو مفيش اي حاجه حصلت لحد بكره الصبح انا هقطع تذكره للكويت، انا مش هستنى. اللي تشوفه يا كريم، اعمل ريحك. يا كابتن كابتن. نعم. ايه ده؟ انت مين؟ انت اللي مين؟ انا اللي مين ده ايه؟ انا صاحب اليخت ده يا اخويا. اليخت ده بتاع شركة النورس الملك لاوتيل جالاكسي، ولو عايز تستخدمه فتتصل بالإدارة هناك. نورس ايه وجالاكسي ايه؟ يا ابني انا معتز الفيومي صاحب اليخت ده. انزل انزل قدام اجيب لك امن المارينا، انزل. لو عليت صوتك اكتر من كده وما بعدتش من هنا انا اللي هطلب لك الامن. يعني فاضل ابو الرؤوس كان بينصب عليا؟ حضرتك كنت بتيجي مع فاضل بيه ابو الروس؟ ايوه. فاضل بيه كان مأجر اليخت واخر يوم في الايجار كان امبارح. مأجره؟ ايوه. انت متأكد يا جدع انت؟ طبعا متأكد. يا نهار اسود، يا نهار اسود. فاضل اللي نصب عليا؟ يا رب ستر. يا نهار اسود. تعالي. قابلتيها؟ ايوه يا بيه. اقعدي طيب. ايه اللي حصل؟ قلت لها اللي حضرتك قلته لي، وبعدين؟ بعدين قعدت تزعق وتشتمني. خلاص يا اختي، انت هتعملها لي مندبه. اصلها ست لسانها زفر قوي وقعدت تقبحها، وانا بنت ناس برضه ما استاهلش يعني يتقال لي الكلام ده. انت يا روح امك، اتفقتي معاها على ايه؟ قالت لي بس ان هي محتاجه يومين لحد ما تدبر الفلوس. يومين ايه؟ انا يا بنت مش قايل لك تقولي لها انك عايزه فلوس دي حالا؟ طب ما هو هنعمل ايه طيب؟ يعني ايه هتعملي ايه؟ تطلعي حالا تكلميها، تقولي لها تصرف لي في الفلوس دي بكره، تتشقلب ترهن تستلف، مش موضوع. حاضر هكلمها. عن اذن. اسمعي يا بنت انت. نعم. انا لاخر مره هقولها لك، لو حد خد خبر عن الموضوع ده انا مش بس هبعت الفيديو اياه لامك، لا ده انا هقتلك وادفنك بايدي دي ومش هخلي حد يسمع عنك خبر. فاهمه يا بيه، فاهمه. يلا غوري وتكلميها حالا. حاضر. شوف الباب يا راجع. فين البيت بتاعك؟ ما بتنصب عليا يا سي فاضل؟ انصب عليك؟ ازاي ده؟ ازاي ده ايه؟ تروح تأجر اليخت وبعد كده تلبسني العمة وتبيعهولي. ألبسك العمة؟ ازاي ده؟ انت اللي اشتريت اليخت. تعرف يا فيزو يا اخويا، اللي اشترى اليخت ده زيه بالظبط زي اللي اشترى الترماي. سيبك انت، خلينا في المهم. يا ترى انت بقى يا ميزو يا اخويا ناوي تستناهم لما هم يجوا لك ولا بشياكه كده هتسلم نفسك؟ اسلم نفسي ده يا جدع انت؟ انت جنيت؟ ده انا موتك واشرب من دمك.
ماشي يا سي فاضل، بقيها لك برضه. ماشي، انا لازم اخلع من البلد دلوقتي، بس وحياتك ارجع لك. سامع؟ هرجع لك يا دوب تلحق. بس انت يا مسكين هتروح ازاي دلوقتي ميرامار وانت يا حول الله ممنوع من السفر ومطلوب من النيابه وكمان اليخت طلع في شنك؟ انا رايي بقى يا عم رجب ان الراجل الحلو ده يروح تجديف. ماشي، اتريق يا حبيبي اتريق، حقك برضه، بس انا ليا طرق التانية وخليك فاكرها. هرجع لك يا فاضل، هرجع لك. يا عم قدف معايا بلاش غلاسه بقى. مش كده ولا ايه يا رجب؟ براحتك يا يوسف، براحتك. وعموما يا ريس لو فكس منك الموضوع بتاع ميرامار ده ما تقلقش، كلم اخوك وانا اشوف لك سكه برضو على واحده من المراكب بتوع الهجره غير الشرعيه اللي طالعه ايطاليا. هناك بقى هتلاقي محلات البيتزا فاتحه بقها للمصريين خصوصا في ميلانو. انت بتهلفط تقول ايه يا جدع انت؟ لا انت فاهم كويس انا بقول ايه، وده اللي جابك دلوقتي. اطمن يا ميزو، انت بقيت على الحديده. مش كده يا عم راجل؟ كل الفلوس اللي انت عملتها من 20 سنه من ايام ما كنت بتتاجر في المخدرات بقت دلوقتي في عبي. انا اموتك، سامع؟ اموتك. يا عم تموت مين؟ ما تتكلم على قدك بقى يا ميزو. عموما يا ريس لو انت مش متاكد دور براحتك. الحساب بتاع ميرامار ده حساب ترانزيت، كل الفلوس اللي انت حولتها عليه اتنقلت اوتوماتيكلي لحساباتي انا. كل اللي ليك في البلد دي توكيل العربيات والمزرعه والقريه السياحيه بقوم بتوعي يا ميزو. ثانكس يا ريس للعقود اللي انت مضيتها وسجلتها. سبايك الذهب بقت دلوقتي في البنك في خزنه باسمي. فاضل ايه؟ في حاجه ناقصه؟ مناجم الذهب. انت يا ريس مش بس الراجل اللي اشترى اليخت، انت كمان الراجل اللي باع مناجم الذهب. تارت 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 اخص عليك، هي دي صحوبية المدرسة برضه، هي دي صحوبية المدرسة. ايه انت اهبل يالا ولا شكلك كده؟ انت فاكر لسه ان احنا نعرف بعض من ايام المدرسة؟ فوق، احنا نعرف بعض فعلا ومن زمان، بس من سكة تانية خالص. انا هفكرك بيها دلوقتي. لو سمحت يا رجل هتاخد الاستاذ معتز تكممه وترميه في العربية. يلا يا ميزو وبهدوء بليز. يلا يا ميزو يلا. ادخل. مساء الخير. اهلا يا باشا. خير، قلت لي على الموبايل انك جايب اخبار مهمه وان عندنا شغل كتير. الدنيا متطربقه على اللي بيحصل هنا يا باشا. اولا مطلوب القبض على معتز الفيوم وترحيله للقاهره فورا. ازاي ده؟ ايه اللي حصل؟ ما انت فاهم بقى يا باشا القضايا اللي شغاله اليومين دول. المهم ان هو كان في القاهره النهارده الصبح وهرب. في ناس من اللي شغالين في الموقف اتعرفوا عليه من صورته وشافوه راكب عربيه نازله الغردقه. المهم ان هو مطلوب القبض عليه وترحيله فورا. وايه تاني؟ ايه تاني؟ نيابه الغردقه هتفتح التحقيق بكره الصبح في قضيه قتل شهير بيه. يعني مطلوب نبلغ كل الناس اللي ليهم علاقه بيه هنا. مطلوب يتبلغوا ان هم بكره قدام النيابه هيتم استجوابهم، والمفروض ان انا معايا قايمه باسمائهم. اتفضل يا باشا. وماله؟ نتصل بيهم كلهم ونبلغهم. تمام سعادتك. اما بالنسبه بقى لملف امن الدوله اللي احنا كنا شاكين فيه ان هو بتاع الجدع اللي اسمه فاضل ده هيتركن على جنب دلوقتي. وكمان هننسى حكايه لواء علي وطاره القديم مع الجماعات. مش عارف يا باشا، حاسس كده ان الناس في المديريه مش عايزه تفتح على نفسها فتحه اليومين دول، خصوصا في الظروف اللي بتمر بيها البلد، بتمر بيها الداخليه بالخصوص. صح، عين العقل. بص بقى يا مصطفى بيه، احنا المطلوب مننا هنحقق في قتل شهير بيه وخطف اللواء علي، ولو لفاضل او محمود فرغالي او اي حد له علاقه بالموضوع هنجيبه ونحقق معاه، غير كده ملناش دعوه. طب وانت بعت تستقصى عن محمود فرغالي ده؟ بعت له يا باشا بس قاعد في بيته ما بينزلش.
المهم انا رشقت له مخبرين كده يراقبوا البيت والحته اللي هو فيها، وكمان يعني يشمشموا على اي حاجه ليها علاقه بخطف اللواء علي. يا مسهل لما نشوف. ما هو اصل مين ممكن يخطف اللواء علي غير حد تبع ابن اللي ما يتسماش ده؟ مش عارف. ادخل. تمام يا باشا. عبد الرحيم وصابر فرغلي ومعاهم رجالتهم مستنينا نروح لهم بشحنة السلاح في الخن اللي اتفقنا عليه. يعني هيجوا في الميعاد اللي احنا اتفقنا عليه ولا؟ تعرف لو ما حصلش ده ان ممكن اعمل فيك ايه؟ وغلاوتك عندي يا باشا حجو. انا بس مستحرم لقمة العيش اللي جاي لنا نقطعها بيدنا على نفسنا. ما هو ده من عمايلك السودة، والظابط اللي انت خويته وعرفته عليا. ما خلاص يا باشا الحمد لله خلصنا منه. انا بس خايف تقبضوا على عبد الرحيم وصابر فرغلي يقوموا يجروا علينا بلاوي. وانت اهبل انت فاكر ان احنا هنقبض عليهم؟ احنا بنمشي كلام سعاده الباشا الوزير لما قال خلصوا الليله دي واقبضوا عليهم. نظير ما هو هيبلغ على حضره الضابط، لكن احنا مش هنقبض عليهم، احنا هنخلص عليهم. اي حد من الجماعات اللي احنا كنا بنتعامل معاهم هيتويه التراب، والا لو اتقبض عليه بالتحقيق هيقر علينا احنا. فاهم؟ فهمت يا باشا، بس هيتفضل واحد من الجماعه ما هيكونش معاهم. وده مين ده؟ اخوهم الصغير الشيخ محمود فرغلي، اصله مسافر دلوك. نخلص على دول الاول وليك عليا يا سيدي، اول ما يهل علينا اخلص لك عليه. يرضيك يا ربي، يرضيك هتبهدل بالشكل ده، يرضيك هتبهدل كده بالشكل ده. يا شيخ عصام انت ابو الكرم كله، العفو والاحسان. عفو واحسان من ايه يا معلم حجاج؟ احنا لسه عملنا حاجه؟ العروسه والفلكه دول حاجه خفيف خفيف الخفيف تسالي يعني. لسه التقيل جاي بعدين، الكهرباء ودي مزاج عالي قوي قوي. صح يا سياده اللواء؟ السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا يا باشا. ايه يا سيادة اللواء؟ عرفتني ولا لسه؟ ما فكركش حجاج؟ معلش لو فيها رزالة يعني تجيبوا لنا الزبون التالت، هو مع رجب بره. واجب يا باشا. امرك يا باشا. يعني انت يا سيادة اللواء ماشي تقتل وتخرب في البيوت العمرانة، واخر النهار تروح ترمي راسك على المخدة وضميرك مستريح وعلى قلبك مراوح، مش كده؟ انت عاوز مني ايه يا ابني؟ عايز مني ايه؟ انا خلاص، انا زي ما بيقول الراجل بتاعك كده، يعني رجلي والقبر. لا يا راجل، وانا يخلصني برضه؟ انا هستناك لما تخش القبر لوحدك. عيب، انا لازم اوصلك القبر بايدي. الله يسلمك، الله يسلمك. انا عارف ان انا ظلمتك، لكن ربنا يا ابني بيسامح، وانت كمان لازم تسامحني عشان ربنا يتقبل مني. شوف، انا ممكن فاضل اعوضك عن كل اللي حصل لك. ايوه، انا عندي يعني مبلغ مش بطال كده نهايه الخدمه، حلال عليك. نهايه الخدمه؟ يا واد يا شريف، يا علي، يا علي، انت كنت اكبر سمسار سلاح في اسيوط. ده بحر الدم اللي كان بين الجماعات والحكومه كان بيقلب في حجرك فلوس متلتله. عموما يا فاضل يا ابني، انا يعني انا الحمد لله يعني. شوف، كل اللي حيلتي انا هديهولك. انا خلاص مش عايز بالدنيا حاجه. وهو انت فاكر يعني ان انا كنت هستنى لما تقولي الكلمتين دول؟ انت اساسا ما بقاش في حاجه حيلتك، كل اللي حيلتك تقصد ايه؟
كل اللي حيلتك خلاص خلاص. اصل انا هفهمك، القرشين اللي انت عملتهم من سمسرة السلاح ودكنتهم على جنب في حسابات خاصة، واول ما قامت الثورة رحت اشتريت بيهم اسهم في بنك الخير والاحسان، القرشين دول برضه مش فاهم. مش فاهم يعني الحركة هفهمك. طيب بنك الخير والإحسان ده علي نصبايا، أبو بكر الطوخي اللي باع لك الأسهم ده مش أبو بكر ولا طوخي ولا اسمه كده، وده واحد من رجالتي. القرشين بتوعك في الحفظ والصون عند محسوبك، ده اللي أنا أقصده انت فاكر نفسك مين يا واد انت؟ على انت زباله، انت فاكر نفسك ايه؟ انا ممكن اطربها فوق دماغكم ودماغ اللي خلفوكم كلكم. حلو قوي. ما تكتبوا المدعوم ده بدل ما اجي اكتبه. لا سيبه لو سمحت يا شيخ عصام، سيبه يفضفض. فضفض يا عم، فضفض يا حبيبي. ايوه اهلا بالزبون الثالث ده بقى، تكتفوه وتعلقوه بعد كده مع اخواته. على العموم هو متخدر مش هيفوق الا الصبح. ده انا علي عبد السلام يا ولد. ايوه علي عبد السلام. يا رب يا رب يرضيك البهدله دي. شعوري يا غدر، شعوري يا نور، شعوري تاخدوا مني كده. حلو قوي يا علي. هاي عايزك في كلمتين على جنب يا باشا. اتفضل على اذنك يا علو. جاني خبر دلوقتي ان الدنيا مقلوبه عشان المدعوك ده اللي هو علي، مرشدين مخبرين حوالين بيت الشيخ محمود، والمطرح هنا ما بقاش امان. طب انت شايف ايه؟ شوف يا باشا، انا راجل هربان من اللومان ومش ناوي ارجع له تاني، وماليش متوى غير الجبل. هاخد الرجاله دول واطلع على هناك وشوف حضرتك هتعمل ايه مع المساخيط دول اللي تؤمر بيه. بس انا بقول يعني ناخدهم معايا هناك، وهعرف اشربهم المر اللي شربوه لنا في طاقين. طب انت ناوي تطلع الليله؟ لا مش هقدر الليله، محتاج وقت عشان ارتب حالي. بكره باذن الله. خلاص بكره الصبح اجيلك واقول لك نعمل ايه فيه. اللي تؤمر بيه يا باشا. طيب يا شيخ عصام، اسيبك بقى تكمل احتفالك الصغير. سيادة اللواء، كهربنا الناس كتير، نكهرب احنا بقى شويه. السلام عليكم. سلام يا باشا. سلام ورحمه الله وبركاته. ابقى زود الفولت والنبي يا شيخ عصام. بس ليه؟ السلام عليكم يا رجاله. بسم الله الله اكبر. استناني هنا. شريف طمني، المحامين قالوا ايه؟ جريمة تزوير ثابتة ومعتز هو اللي هيلبسها، لأن هو اللي زور وهو اللي وقع. أنا في الآخر هتتوقع عليها غرامة وبس. طب طالما كده النيابه ليه امرت بحبسك؟ أنت مش شايفة البلد إيه اللي حصل فيها؟ مش ممكن يخرجوا حد في القضية اللي زي دي دلوقتي. المهم إن شاء الله تخلص في المحكمة. لازم نوصل لمعتز دلوقتي ونطمن إنه في أمان أو خلعة، لأنهم لو مسكوه هيفتحوا القديم والجديد وكلنا هنبقى في دوامة. طب احنا هنعرف نوصل له ازاي؟ بس احنا من الصبح بنحاول نكلمه، في الاول تليفونه كان بيرن ودلوقتي مقفول. تلاقيه ما بيردش، خايف من تتبع المكالمات، لكن لازم يتصل. لازم اطمن انه خلع من البلد خالص. من ناحيه الخلعان دي اطمن، معتز مش محتاج وصايه. برضه لازم نطمن، القضيه مضمونه واخرج من اول جلسه. المهم معتز لازم نطمن انه بره البلد. ما تقلقش، احنا هنطمن عليه لغايه لما نعرف هو فين. بقول لك ايه، يلا خليني الحق اوصلك. يلا شريف، مش عايز حاجه؟ لا متشكر. يلا شد حيلك يا شريف. يلا متشكر. ما تشوف لي معاك سيجاره. انا مش عارفه احنا هنتصرف ازاي، وهنعمل ايه لو ما عرفناش معتز جراله ايه. احسن حاجه تكلمي شروت واساليها لو كانت تعرف حاجه. اكيد لو كان راح المارينا وخد اليخت كل الناس هتعرف. هو انت يا ألفت مش مهتمه تعرفي معتز جراله ايه؟
مش عارفة، بس كل اللي أنا عارفاه إن أنا خايفة، وخايفة قوي كمان. انا مش عارفه اقول لك ايه، انا كمان متلخبطه خالص. ما بقاش في حاجة تتقال، الدنيا اللي احنا عارفينها خلاص اتهدت، واللي حصل ده شيء مرعب، وكمان محدش بقى عارف ايه اللي هيحصل. بس احنا لازم نعرف هنتصرف ازاي في كميه المصايب اللي بتحصل دي. أنا مش عاوزة أتصرف في أي حاجة، أنا كل اللي أنا عاوزاه دلوقتي إن أنا آخد فريدة وأبعد عن كل حاجة لغاية ما ألم نفسي وأعرف أنا عاوزة إيه. معاكي حق، ربنا يستر يا ألفت يا رب. إن شاء الله. صباح الخير. صباح الفل، صباح النور، صباح الورد على البنور. خارجة ولا ايه؟ على فين؟ كلمني مسؤول الأمن بتاع المارينا، اسمه إيه ده؟ نعقيد مصطفى. قال لي نيابة الغردقة عايزين يحققوا معايا. ما هم استدعوني انا كمان. طب وهنعمل إيه؟ مفيش أي حاجة، متقلقيش. هنروح نقابلهم وهنحكي لهم اللي حصل ونخلص الموضوع ده النهارده. ماشي، وهيصدقونا يعني؟ هنخليهم يصدقونا. بقول لك ايه بقى يا عم رجب؟ الواد الزفت اللي اسمه سامح ده ان اوانه تكلمه تعمل معاه ميعاد زي ما قلت. تمام يا ريس. طب أنا همشي بقى. استني بس، احنا كلنا دلوقتي هنروح الغردقه مع بعض. هتنزلوني في السكه، هعمل مشوار، رجب هيوصلك ويرجع ياخدني واجيلك، ولما اجيلك تخش وكيل نيابه، مش قبل كده. اوكي؟ اقعدي. بس الراجل قال لي إن يا دي اللماضه والمناهده يا حبيبتي، اسمعي الكلام لو سمحتي، اتفضلي استريحي. ماشي. اتفضلي. احنا قلنا ايه؟ كل واحد في صنعته باشا. اتفضل يا باشا. اهو التلاتة مفنجلين، اصل بعيد عنك الكهرباء بتخلي النفر يفوق ويصهلل. طيب لو سمحت يا شيخ عصام سيبني شويه معاهم. ماشي يا باشا. بقى هذه اصول يا باشمهندس. تنسى الشيخ حمد عمران من قبيله الحمودات من سيوه، بس الاصل يعني من قبيله اولاد سليمان من ليبيا. يا عم ده كان عيش وملح. طب تصدق بقى ان المعلم حجاج طلع انبه منك؟ ما خدتش معاه دقيقه وعرفني على طول. وانا اقدر انساك يا باشا؟ ده انت ابو الكرم كله، العفو والسماح يا كبير. لا سماح دي خالتك. برضه مش فاكرني انت غابي على فكره. مش من الأرمان يا ابني، من سكه تانيه خالص. افتكر بقى، بتاع الأرمان ده حد تاني انت افتكرته، انا اللي زرعته في دماغك. طيب نقول مثلا عمك الحاج علي معذور، الراجل اصله ما شافنيش اياميها، بيطص وبس. انما انت راجل تاجر وعينك ميزان، مش كده؟ بقول لك ايه، اسمعني كويس يا سي فاضل ولا زي ما يطلع اسمك. الفلوس اللي انت خدتها مني دي ترجع لها داير مليم، بس كان ليك حق عندي يا اخويا هتاخده والطاق 3. انما بقى تستهيفني وتديني على قفايا، ده انا اجيبك ولو من 7 ارض 7. تصدق يا ميزو انت فعلا ما عندكش ريحه الدم ولا ريحه التمييز. يا ميزو
انت راجل هربان من نهب وتزوير، والحكومه بتجري وراك، ومفيش اي حاجه ولا اي حد ممكن يسندك. انا بقى من ناحيتي خاطفك، واخد بالك، ومتويك في حته محدش يعرف يوصل لها، ومكتفك. يعني انت ما تقدرش تخش الحمام الا باذني، وباشاره واحده من صباعي ممكن اخلص عليك. ميزو، انت صرصار، وانا ناوي ان انا حد يشيل القرف ده. طب انا هسيبك بقى في اللحظه الخاصه دي. ايه حجيجه؟ لسه عمال تحرق في نفسك عشان موضوع القرشين عيب عليك بقى. قال الكفن جيوب. حسبي الله ونعم الوكيل. وبشر الصابرين، وبشر الصابرين. الله عليك وعلى ايمانك طول عمرك، طول عمرك. انا عايزك بقى تركز في شويه الاستغفار والدعاء المناسبين، عشان انت خلاص فركة كعب وهتقابل وجه كريم. حرب نار في جدتك، حرب نار في جدتك. ايه هو اللي حرب نار في جدتك؟ فلوس اللي انت لهفتها دي حرب نار في جدتك. يطلعوا عليك بالسم الهاري. كذاب انت مفتري كده على الناس الغلابه. غلابه؟ انت قلت غلابه؟ انت غلابه؟ تصدق بالله انت الكهرباء غيرتك يا راجل. ده انت الظلم والافتراء لو وقفوا يتصوروا جنبك كده هيقولوا لك يا عمو. شويه خشة، شويه حياء قصاد اللي خلقك. ده انا بقول لك انت خلاص فركة كعب وتقابله. بليز ما تمشوش قبل ما ناخد صورة سوا. نويت على ايه يا عم حسام؟ بعد العشاء ان شاء الله هنمشي في عربيه متقفله هتوصلنا لاول ضرب في الجبل، وهناك هنكمل كعابي. على خيرة الله. وانت ابو سيد نويت على ايه؟ يا باشا انا هربان لسه من لومان وماليش متوى غير الجبل. هروح مع الشيخ عصام. ماشي. انا هاجي لكم قبل العشاء، خد معتز عشان ده الحكومه بتدور عليه وده راجل مصلحه. الاتنين التانيين حلال عليك يا عم عصام، اعمل فيهم اللي انت عاوزه. ايوه يا باشا، بس لو سلمت معتز ده للحكومه هيجر باللي حصل له معاك ومعانا. لا 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 ما تقلقش، مش هيلبس نفسه قضايا تانية فوق النهب والتزوير، انه كان بيتاجر في المخدرات وانه كان مولس على السلاح للجماعات. ما تقلقش، سيب لنا الموضوع ده. شوفي بقى انت هتستني هنا وهو هيندى عليك. ماشي هستنى. انا هروح اجيب الريس، ما تدخليش غير لما يجي زي ما قالك بالظبط. والله فهمت هستنى. طيب اجيب لك حاجه تشربيها؟ لا مش عايزه حاجه، امشي انت عشان ما تتاخرش. يلا. باذن. مساء الخير يا مدام. مساء النور. اهلا. هما لسه ما حققوش معاكي؟ لا لسه. غريبه قوي، مع ان انت المفروض اول واحده يشتبهوا فيها. افندم؟ يعني بقول ان انت المستفيده الوحيده من قتله، مش مراته برضه هتورثيه. انت عايزه ايه يا ست انت؟ لا ما تعصبيش نفسك. بستغرب برضه ان هما لغايه دلوقتي ما سمعوش عن حواديتك اللي ماليه المارينا. انت بتقولي ايه؟ حكايتك مع الخبير الاستشاري. بقول لك ايه، لو ما لمتيش نفسك ومشيتي من خلقتي دلوقتي هخلي اللي بيشتري يتفرج عليكي. خد الطريحه بتاعت الصبح. هذا يا فندم. طب افتح وريهولي. اتفضل يا فندم. اخبارك ايه النهارده؟
يا رب تكون مبسوط عندنا. انتوا عايزين ايه مني تاني؟ ده سؤال بالذمة. عايزين نربيك عشان تخرج من هنا مبطل شغل الفتوانة اللي انت سايق فيها دي ومحدش عارف يوقفك. غرقوا له الأرض مية عشان لا يعرف يقعد ولا ينام. وجابوني في النيابة وخدوني وبهدلوني. اتأخرت عليكي؟ في ايه مالك؟ مفيش. ايه هو اللي مفيش؟ مالك مشغولة ليه كده؟ الزفته اللي اسمها الشروات دي مالك؟ قابلتها من شويه، قعدت القح بالكلام وتقل ادبها عليا. ايه يعني مالها منها؟ هي فين؟ متلقحه جوه. طب تعالي تعالي. ثواني كده. ايه يا مدام شروات؟ ايه مش شايفاني خالص؟ ازيك يا فاضل؟ انا كويس، انت كويسه؟ كويسه. طمنيني، الشيخ سالم اخباره ايه؟ ما اتصلش؟ لا ما اتصلش. انت تعرف حاجه عنه؟ ما اتصلش. اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. فاضل ابو الروس مدام رانيا عزمي. اتفضلوا. حضرتك بلغت السكرتاري ان عندكم معلومات مهمه عن القاتل. حصل يا فندم، واحنا دلوقتي هنحكي لسعادتك كل حاجه بالظبط. ايه يا باشا؟ ما لقيتش غير المكان المقطوع ده ونتقابل فيه؟ ما كنا اتقابلنا في اي حته تانية، في مكتبك مثلا او في اي مكان في المارينا. يا عم اخلص، جبت التسجيل؟ تسجيل اهو يا باشا. وانا ايه اللي يضمن لي انك معكش نسخه تانية؟ سعاده الباشا انا فهمتك ان راجل غلبان مش طمعان في اي حاجه غير ان ما اشتغلش عند الناس. وبعدين اول ما هتراضيني كل النسخ دي هتتدمر. المهم جبت اللي اتفقنا عليه. اجيب لك؟ انت بتهزر وانت طالب ده شويه. اديني بس يومين ثلاثه كده لحد ما ادبر لك الفلوس. فلوس ايه اللي تدبرها؟ هي المليون دي فلوس؟ دي ملالين جنب اللي هتورثه. وانت شفتني ورثت حاجه لسه؟ لا يا باشا انت كده بقى مش عايز تديني اللي اتفقنا عليه، مستخسره فيا. انا بقى اشوف لي حد تاني يكون محتاج التسجيل ده. حد تاني يعني ايه؟ المدام مثلا، مرات المرحوم. وانت فاكر ان انا هخاف لو وريته للمدام ولا للجن الازرق؟ انا ما بتهددش، وبعدين ما فيش اي دليل يثبت اني قتلت حد اصلا. بس المسدس اللي صورت بيه وانت داخل الفيلا هو نفس المسدس اللي اتقتل بيه المرحوم. يعني الجريمه ثابته والمتهم واضح. مسدس ايه؟ وفين اصلا المسدس ده؟ لا احنا ما اتفقناش على كده، احنا اتفقنا على التسجيل بس. المسدس ده بقى حساب تاني خالص. بالاذن. تعالى يا عم، انت رايح فين؟ ما تسيبني في حالي بقى يا باشا، دورها انت في دماغك بمعرفتك. بقول لك ايه يا جدع انت، انا زي ما قتلت عمي ما عنديش اي مانع اني اقتلك وادفنك مطرح ما انت واقف. انت هتيجي معايا يا حبيبي كده نجيب المسدس اللي بتقول عليه ده، وبعد كده نشوف موضوع الفلوس اللي انت عايزها. روح على البوكس. اعترافاته كلها متسجله هنا يا باشا. تمام يا راجل. يا سيدي الفاضل، انا عايز اتكلم مع الشيخ سالم شخصيا. قول له كريم البيلي ابن محمود البيلي عايزه. المرحوم محمود البيلي كان صديق عمره، والشيخ سالم كان عندنا هنا الاسبوع اللي فات في الغردقه بيطمن علينا. ما انت عارف الاحوال في مصر عامله ازاي. ايوه، ولما جه اسسنا الشركه اللي بقول لك عليها دي سوا. الكلام اللي بتقوله ده مستحيل. طب من فضلك ممكن تبلغه الرساله دي وتقول له ان انا عايزه ضروري؟ ايوه ارجوك اعمل الاتصال ده فورا. على النمره دي. مع السلامه. مين اللي انت عمال تزعق فيه ده يا كريم؟ ده مدير العلاقات العامه لمؤسسه العبيدي. قال لك ايه؟ ولا اي حاجه، اي كلام. بيقول لي ان الشيخ سالم ما اسسش اي محطه تلفزيونيه، وان عندهم اصلا محطه اسمها FRC. تخيلي بيقول لي ان الراجل مسافر بقاله شهرين في امريكا بيعمل فحوصات في كليفلاند.
الحكايه يا جماعه ما تطمنش. لا ايه القلق ده؟ الراجل تلاقيه مش عارف اي حاجه. على العموم هو قال لي انه هيوصل للسكرتاريه الخاصه بتاعت الشيخ سالم وهيبلغنا على طول. الموضوع ده فيه حاجه، انا حاسه ان فيه مصيبه. مصيبه ايه بس بعد الشر؟ يا ريا شروت ايه القلق ده؟ من شويه لما كنت في النيابه قابلت اللي اسمه فاضل. للاسف رمى تلميحات كده على الشيخ سالم. يا جماعه انا حاسه ان في لعبه. لعبه؟ ده انا اخرب بيته لو عمل كده. بالراحه يا كريم، محدش يقدر يلعب علينا. اكيد الموضوع ده فيه سوء فهم. عموما احنا كده كده هنستنى مكالمه السكرتاريه بتاعت الشيخ سالم عشان نفهم الموضوع، وان شاء الله ما يكونش فيه حاجه. لا انا مش قادر استنى. انا هنزل اقابل سي فاضل ده اشوف ايه حكايته. بدون تهور يا كريم. حاضر. كريم سيب لي تليفونك عشان لو اتصل ارد عليه. سلام. سلام. اهلا كريم بيه، اتفضل اتفضل. الله، ما تتفضل. انا مش جاي اتفضل، انا جاي اعرف حكايتك مع الشيخ سالم. الله، هي شروت هانم قلقت فوترتك ولا ايه؟ بص يا فاضل بيه، انا ما عنديش وقت للكلام ده، فيا ريت تجاوب على سؤالي. ايه حكايتك مع الشيخ سالم؟ يا عم انا ما عنديش اي حكايات مع الشيخ سالم، انا اصلا لا شفته ولا اعرفه. يعني ايه؟ احنا مش لسه مؤسسين معاه شركه انا وانت وشهير بيه الاسبوع اللي فات؟ انت قصدك الراجل اللي كان هنا. يا عمي ده مش الشيخ سالم، ده واحد عامل انه الشيخ سالم. ده زي ما تقول كده نصاب وشغال معايا. اصل احنا يا سيدي ومسيدك اللي انا عاملين نصبايا عليكم كده علشان نلهب فلوسكم. لو فلوسنا ده انا اوديكم في داهيه. مش عارف تتكلم. لا سيبيني. اهدى يا كريم، بلاش تعور نفسك يا كريم. مش صاحبتك بتقول لك كده برضه يا كريم؟ اهدى، احنا مش عايزين نأذيك، احنا خلاص خدنا اللي احنا عايزينه. فاكرني هصدق كلام التاريخ ده وان واحد زيك يتجرأ وينصب علينا؟ لا تصدق بقى او ما تصدقش، ده موضوع يخصك انت. انت عارف انا ابن مين كويس. عارف طبعا انت ابن مين كويس قوي. ابن محمود بيه البيلي، اكبر نصاب، اكبر شيخ منصر عرفته البلد. ولعلمك يا حبيبي، الفلوس اللي انا خدتها منكم دي تعويض صغير عن اللي ابوك عمله فيا. لكن انا اجي ايه جنب الملايين اللي ابوك ظلمهم؟ الله لا يرحمه. كلمه واحده تانية على ابويا وهولع فيك. دلوقتي وصلني بالشيخ سالم. الله، هي بتطلب معاكم كلكم بغباوه ليه؟ يا ابني افهم، مفيش الشيخ سالم، مفيش العبيدي، مفيش شركه، مفيش محطه. الفلوس اللي انت حولتها دي اتحولت على حسابي انا. الفلوس دي بقت في جيبي انا. حتى الورق اللي معاك بدل سندات الخزانه ده ارجوك تقبله وتشرب ميته. كلمه اخيره، لو فكرت انك تكلم اي حماده يجيب لك فرفر على قدك كده عشان تيجي تعمل بيه كاوبوي، هفرجك على كل عيلتكم في حفله للهنود الحمر. بره يلا، بره. أنا مش هصبر أكتر من كده. أنا عايزة أعرف كل حاجة ودلوقتي. يعني حضرتك متأكد من الكلام ده؟ لا مفيش حاجة خالص. ميرسي قوي، شكرا، مع السلامة. في ايه يا بنتي؟ طمنيني. في ان الشيخ سالم ما جاش مصر اصلا،
ولا عنده شركات ولا عنده محطات تلفزيون جديده. يعني ايه؟ يعني اتنصب علينا، كل الفلوس اللي احنا حطيناها في محطه تلفزيون خلاص راحت. انا كان قلبي حاسس. لا واحنا هنسكت على الكلام ده، احنا لازم نبلغ النيابه فورا ويجيبوا نصابنا من تحت تقطيع الارض. كريم قول لي فاضل قال لك ايه؟ كريم وسامي عرف منين ان كان عمه عايز يغير الوصيه؟ معرفش، بيتهيألي كان بيتجسس على مكالماتنا وقعداتنا مع بعض. واتصرف ازاي لما عرف؟ كان متوتر جدا. انا مره مسكته بيفتش في اوراقي الخاصه وهددته انه لو عمل كده تاني هبلغ النيابه. ويا ترى بقى بلغت شهير بيه؟ الحقيقه لا، انا خفت اتكلم المرحوم عن سامح تاني، خصوصا بعد ما بلغته شكوكي في ان سامح بيتلاعب في عقود وردات الشركه. وقلت خلاص اديني هددته بكلمتين وهتعدي. ما كنتش ممكن اتصور انه يقتل عمه. وبعدين ايه اللي حصل؟ فضلت هربان كام يوم تانيين لحد ما شهير بيه اتصل بأماني، ادالها ميعاد علشان اقابله. كان المفروض انه هيستناني على الطريق في عربيته واروح اركب معاه، وعشان انا مكنتش اعرفه جت اماني معايا في العربيه وكان معانا زياد على اساس تعرفني بيه وبعد كده هي تمشي. وبعدين طبعا شهير بيه كان مبلغ البيلي بيه وكان مرتب الموضوع مع المباحث، وطبعا ما راحش. امال مين اللي راح؟ رحنا لقينا كمين مستنينا. طبعا اول ما قربنا خدت بالي انه كمين، لفيت بسرعة البرق وطرت. كان لازم اهرب، مكانش ينفع ان انا اسيبهم يمسكوني. فقت لقيت نفسي مربوط بالكلبشات في السرير في القصر العيني. وبعدين جم قالوا لي مراتك وابنك تعيش انت. ما فكرتش كتير طبعا، كان لازم اهرب على طول. لحسن حظي بقى انه الامين اللي كان واقف حراسه عليا كان معرفه قديمه وكنا شغالين مع بعض، كان بيحبني وعارف ان انا مظلوم، فرتبناها بسرعه طبعا. كان يعني ضربته، خدت منه مفاتيح الكلبشات وهربت. بقيت الحكايه انت عارفاها. بس الامين بقى ممكن يكمل لك بقيه الحكايه بتاعته هو. امين مين؟ الامين رجب. يلا انا عندي مشوار صغير دلوقتي هروح اخلصه كده، مشوار اخراني انجزه في السريع وارجع لك. يلا بسرعة. باي. معلش يا دكتور بس اخد اسم الدواء تاني. برو ايه؟ تمام. لا هو نايم دلوقتي. حاضر هديهوله اول ما يصحى. معلش يا دكتور انا اسفه لازعاجك، ميرسي قوي. حاضر هطمنك. مع السلامه. قال لك ايه يا حبيبتي؟ قال لي ان عنده اعراض صدمه عصبيه، هتاخد كام يوم بس. كتب لي على اسم الدواء ده، عايزين نجيبه. قولي لي بقى يا بنتي،
نكلم مين يشوف لنا حل في المصيبه اللي حصلت؟ نكلم مين بس يا ماما؟ هو في حد هيسأل فينا دلوقتي؟ احنا ما عندناش غير ان احنا نعمل بلاغ في النيابه. بس احنا ما عندناش اي حاجه نديها لهم، مفيش غير اوصاف الشيخ زفت سالم اللي جالنا المزيف. يعني ايه؟ يعني الفلوس راحت ولا ايه؟ والله ما انا عارفه يا ماما، بس انا مش عارفه ليه قلبي حس ان فاضل ورا الموضوع ده. انا اول ما هصحى هروح له، ولو اتاكدت انه فعلا ورا الموضوع ده وهو اللي دبره انا هطربق الدنيا فوق دماغه. اربطوهم كويس وتوصلوا المعلم حجاج حبيبي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا يا سعاده الباشا. جاهزين يا شيخ عصام؟ جاهزين. طيب انت بقى الراجل الكبير بتاعنا توزع على الرجال